بيبدأ الأنمي بشاب ماشي بكل ثقة في غابة كبيرة، وفجأة بيحصل انفجار ضخم في المكان اللي هو فيه، ففعل تعويذة دفاعية بسرعة لأنه شاف وحوش ضخمة بتهاجمه. بعدها شفناه بيتكلم مع نفسه، وفجأة ظهر مجموعة كبيرة من السلايم رايحين للمكان اللي هو فيه. وقتها الوحش كان خلاص هيهاجمه تاني، لكن فجأة نار غريبة جت بسرعة وخلصت عليه. وقتها شفنا البطل واقف وما عملش أي ردة فعل، زي ما يكون كان واثق إنه هيقدر يقتله. لكن بعد ما مشي شفنا جوهرة غريبة واقعة على الأرض، وظهر فيها مجموعة وحوش زي اللي هو لسه قاتلهم من شوية، لكن كان واضح انهم محبوسين في الجوهرة دي بطريقة غريبة. بعدها نروح للعاصمة واللي اسمها فاستان، وتحديدا نقابة المغامرين. وقتها شفنا مغامر بينهم بيتكلم مع اصحابه وبيقول لهم صدقوني انا شفت بعيني من شوية سلايم بيخرج نار. فاصحابه كانوا ميتين من الضحك عليه وقالوا له سلايم ايه ده يا ابني اللي بيطلع نار، تنين هو ولا ايه؟ فقال لهم يا جدعان انا مش بهزر، انا بجد شفته وكان بيقتل وحش في الغابة، زي ما يكون السلايم بيستخدم القوة السحرية. فقالوا له انت اكيد كنت بتحلم يا جيل، يا ابني مفيش سلايم بيمتلك قوة سحرية، ده انت ناقص تقول لنا انه فعل تعويذة سحرية زي باقي البشر، انت شكلك كده علشان ما نمتش كويس امبارح بيتهيأ لك حاجات. فجيل قال لهم بيتهيأ لي؟ بقول لكم ايه، خلاص انسوا اللي انا قلته. وقتها دخل البطل اللي كان في الغابة من شوية وراح يتكلم مع موظفة الاستقبال، وعرفنا ان اسمه يوجي. وقالت له البنت انت فشلت في مهمتك ولا ايه؟ ولما ما ردش عليها قالت له عادي ما تخليش الموضوع يحبطك. فقال لها لا انا ما فشلتش، وخلى السلايم بتاعه يخرج لها ورد كتير جدا. فكل الموجودين اتفاجئوا انه عرف يجمع كل ده. وسالته البنت انت عرفت تجمع كل ده امتى؟ فقال لها كان ممكن اجمع اكتر لكن حصل حاجه كده واضطريت ارجع. فقالت له لا ثواني بقى هروح ابلغ المدير. وقتها كان جيلو اللي معاه باصين على يوجي وبيقولوا الواد ده شكله مغامر، ازاي قدر يجمع كل الورد ده ورد نادر جدا. وقتها المدير جه وقال له انت تاني يا يوجي يا ابن الكميه دي كلها هتكفينا لسنتين قدام، انا كنت عارف انك مش مغامر عادي. فقال له طيب انت هتحتاج الكميه دي ولا شوف حد تاني؟ فقال له لا انا هشتريها كلها، انا كده كده عندي طلبيات كتير وهحتاج كل ده فيها. وعرفنا ان المدير بيعمل جرعات سحريه وبيحتاج الورد ده في صناعتها. لكن قبل ما يمشي يوجي قال له انا قابلت وحش غريب النهارده في الغابه وقتلته. فالمدير اتفاجئ، ومره واحده لقوا فارس داخل عليهم بيقول لهم في مشكله، الحرس شافوا دخان غريب طالع في الغابه، وده اللي خوف المدير ليكون هجوم من الوحوش. فيوجي اتكلم مع نفسه بنفس الطريقه اللي شفناها قبل شويه، وسال ايه اللي حصل هناك. فقالوا له في كميه وحوش جايين عليكم اول مره نشوف زيهم. فسالهم هم متجهين على فين تحديدا؟ فبدا كل واحد يقول له على مجموعه منهم متجهين لمكان معين، واقل تقدير كده انهم 10,000 وحش من الغيلان جايين بسرعه للعاصمه. وعرفنا اللي بيتكلم معاهم يوجي دول هم مجموعه اصحابه من السلايم اللي منتشرين في كل مكان في الغابه. وزي ما هو توقع اكدوا له ان الوحوش دي كلها متجهين للعاصمه اللي هو فيها. فالمدير خلاص قلبه كان هيقف، وامرهم يجمعوا كل المغامرين اللي موجودين في المدينه دلوقتي حالا، وعرفهم ان العدد المره دي اكبر من اي مواجهه دخلوا فيها قبل كده. لكن الصدمه لما لقوه بيطلب منهم عايزكم تتجمعوا بسرعه وتخرجوا من العاصمه. فجيل قال له ايه الهبل اللي انت بتقوله ده، عايزنا نهرب ونسيب اهل المدينه دي للوحوش؟ انت كل اللي همك ان المغامرين بس هم اللي يفضلوا عايشين؟ فقال لهم امال انتوا عايزين ايه؟ مهمه اخلاء الناس كلها من المدينه حاجه شبه مستحيله. فقالوا له ولو احنا هنحمي المدينه دي لاخر نفس فينا. فقال لهم وانا كمان عايز احمي المدينه دي، لكن ازاي؟ الحل الافضل اننا نحاول نخرج اكبر عدد من الناس بسرعه، لكن موضوع اننا نفضل ونحارب الكميه دي كلها ده جنان. لكن برضو المغامرين ما كانوش موافقين على الحل ده، وبيقولوا اكيد في طريقه تانية. فيوجي رفع ايده وقال لهم انا عندي فكره. فاستغربوا وقالوا له ما تتعبش نفسك، انت مروض وحوش ودي مهمه صعبه. فيوجي فاجئهم وخرج عظمه تنين نادر جدا من السلايم بتاعه، وقال لهم حتى المروض يقدر يعمل حاجات انتوا ما تتخيلوهاش، وباستخدام العظمه دي انا اقدر استخدم قوه اسمها لهب التنين. لكن لازم تعرفوا انها المره واحده بس، يعني لازم ضربتنا تكون الاولى والاخيره اللي نقدر بيها نخلص على الوحوش كلها. فالكل كان مستغرب ومش فاهم هو يقصد ايه، خصوصا ان عمرهم ما سمعوا بقوه لهب التنين دي، لكن كانوا حاسين ان يوجي مش مجرد مروض وحوش عادي، ده في سر وراه. فجاه جيل جه وقف قدامه وفضل باصص للسلايم وقال لهم السلايم ده مش عادي، احنا نقدر نعتمد على يوجي وخطته. فالمدير قال لهم خلاص مفيش قدامنا غير الحل ده. وسالوا يوجي ايه اللي في دماغك؟ فيوجي بدا يشرح لهم الخطه على ارض الواقع في الوقت اللي كانوا بيجهزوا نفسهم فيه. وبدا المدير يوزع في الجرعات السحريه اللي معاه كلها، لان المعركه مش هتكون سهله اطلاقا. وعلى الجانب الاخر المغامرين قسموا نفسهم على مجاميع حوالين العاصمه. جيلو اللي معاه وقفوا في الخط الامامي قدام البوابات علشان يستقبلوا الوحوش بنفسهم، والخطه ان هم يعطلوهم وما يقدروش يدخلوا والحرب تكون في الغابه بره. في الوقت ده كان يوجي بيتابع مع اصحابه اللي في الغابه، وشفنا ذئب ضخم كان مع يوجي في الغابه وبيقول له انا بجمع السلايم كلهم دلوقتي علشان يبقوا بعاد عن المعركه. فيوجي فعل تعويذه سحريه عليه علشان يبقى قادر يجري اسرع، واكد عليهم يفضلوا بامان بعيد عن الوحوش. وقتها كان هو خرج ووقف يتابع اللي هيحصل من نقطه عاليه علشان
ثواني بقى كشف الوحوش كلها اللي في نفس الوقت كانت خلاص قربت منهم، وبمجرد ما شافوهم بدأ المغامرين يضربوا في السماء قنابل بدائية الصنع، لكن بمجرد ما السهام ضربوها انفجرت وخرجت منها سكاكين صغيرة نزلت خلصت على شوية من الوحوش. فجيل قال لهم لسه الموضوع ما خلصش وأمرهم يهاجموا بأقصى قوة عندهم، وفعلا بدأت المعركة بسرعة وبدأ المغامرين يقتلوا في الوحوش اللي تقابلهم. في نفس الوقت يوجي أكل عظمة التنين للسلايم بتاعه مرة تانية وقال لهم ما تقلقوش أنا هخلص الموضوع ده حالا. بعدها فعل تقنية اسمها صانع التعاويذ، وفي ثواني عرف يحدد كل التعاويذ اللي هو محتاجها، أولا لحماية الناس وثانيا علشان يقدر يخلص على الوحوش بأكبر شكل ممكن. لكن اتفاجئ إن السلايم بيكلموه لأن في حاجة غريبة بتحصل في الغابة. وقتها شفنا بنت واقفة هناك وبتكلمه وقالت له في شخص غريب عندي هنا عمال يتمشى وشكله مش خايف وبيخطط لحاجة. فيوجي عرف يحدد مكانه وشاف الحجر السحري اللي هو ماسكه، وقال لهم الشخص ده هو اللي حرك الوحوش دي كلها، في حد تاني معاه وهل هتقدروا تقربوا منه ولا لا؟ فقالت له احاول لكن حذرت السلايم يلمسوا الحجر ده والا هيموتوا فورا. فالسلايم قالوا له ليه كده يا اسطى انت ناوي تضحي بينا ولا ايه؟ فقال لهم ما تقلقوش انا عملت حاجز سحري على الحجر ومش هيقدر يأذيكم، اتحركوا بقى بسرعة. فقالوا له احنا مش مطمنين بس ماشي. فالبنت باستخدام قوتها خلتهم يستخبوا في جذع شجرة قديم علشان يبقوا بعيد عن الوحوش. وقتها كانت البنت موظفة الاستقبال طلعت تتكلم مع يوجي، لكن اتفاجئت لما شافت اللي هو بيعمله. في نفس الوقت الشخص الغريب كان ماشي في الغابة، فجأة ظهر من فوق 3 سلايم شايلين التعويذة بتاعت يوجي ومبسوطين قوي وبيقولوا امسك الحرام اهو. فيوجي بسرعة فعل التعويذة وعرف يقبض عليه ويتحكم في الحجر السحري اللي معاه قبل ما الوحوش تخرج منه. فالبنت كانت واقفة بتتفرج ومش مصدقة اللي هي شايفاه ده. وقتها يوجي قال لهم هاتوا لي الراجل ده وتعالوا. فقالوا له استنى بس الراجل ده بيقول كلام غريب. وقتها كان عمال يقول انتوا السبب في اللي هيحصل للعالم، وبعدها بلع مادة سامة ومات فورا. لكن بالرغم من كده الوحوش كانوا بيزيدوا اكتر وخلاص المغامرين ما بقوش قادرين يتعاملوا معاهم. فيوجي كلم الذئب وقال له روح ساعد الوحدات اللي في الجنوب وشوية من السلايم هيساعدوا جيل في المقدمة. فالسلايم كانوا مبسوطين ولا كأنهم رايحين للملاهي مش داخلين حرب، وقالوا ايوه بقى يلا بينا. وقتها كان يوجي واللي معاه خلاص مش عارفين هيعملوا ايه تاني، وفجأة ظهر السلايم قدامهم بالتعويذة اللي يوجي عملها عليهم، وفي ثواني بدأ السلايم يخرج كرات نار قوية جدا خلصت على كل الوحوش اللي داخلين عليهم. فالمغامرين قالوا سلايم وبيخرج نار ازاي؟ فجيل قال لهم صدقتوني دلوقتي يلا كله هاجم بقى بأقصى قوة عنده وبنفس الخطة اللي يوجي حطها. فالكل اتحمس وبدأوا يهاجموا مع السلايم. وقتها كان يوجي بيكشف المنطقة كلها وعرف ان الوحوش اكتر من المتوقع، ولو فضلوا معتمدين على نار السلايم الموضوع مش هيخلص. فجات له فكرة انه يعمل حاجز على المدينة كلها زي ما عمل على الحجر السحري كده، وباستخدام السلايم يقدر ينقل قوته ويقتل الوحوش وهم جوه العاصمة. فنده على ليلي البنت اللي كانت واقفة وراه واللي كان حاسس بيها من الاول، وقال لها انزلي بسرعة للمدير وقولوا له يرجع كل المغامرين اللي جوه العاصمة تاني. بعدها كلم السلايم وقال لهم الكل يرجع بسرعة للمدينة ووزعوا نفسكم بحيث تكونوا عاملين دايرة عليها. وطلب من البنت اللي معاه في الغابة واللي عرفنا اللي اسمها ديريارد تستخبى هي كمان هي والسلايم اللي معاها علشان الهجوم هيبقى قوي جدا. وقتها كانت ليلي عرفت المدير باللي يوجي قاله، وفعلا بدأ يرجع المغامرين كلهم لجوه المدينة بسرعة. بعدها بدأ كل السلايم يحاوطوا المكان كله وعرفوا انهم جاهزين وكل واحد في مكانه. لكن فجأة ظهر وحش ضخم عرف يهرب من النار وكان هيقتل جيل، لكن على اخر لحظة جه واحد تاني وبدأ يساعده وحاولوا يقتلوه، لكن الوحش كان قوي جدا والاتنين مش قادرين عليه. فيوجي امر الذئب يروح يتعامل معاه بسرعة، وفجأة الذئب طار عليه وعضه من رقبته وقتله. بعدها اخد الاتنين ودخل بسرعة. فيوجي استغل الوقت وفعل الحاجز السحري على المدينة كلها بشكل اول مرة يشوفوه في حياتهم. حرفيا كلهم كانوا واقفين مش فاهمين ايه اللي بيحصل قدام عينهم ده. ودي كانت نفس اللحظة اللي يوجي امر السلايم انهم يحرقوا اي حاجة تقابلهم في الغابة، وبالفعل نار قوية جدا خرجت من السلايم وحرقت الغابة اللي حواليهم باللي فيها. فجيل قال لهم مش قلتلكم علشان تصدقوا ان يوجي ده شخص مش عادي، دي اول واخر مرة هتشوفوا فيها قوة سحرية بالشكل ده. فالمدير قال لهم انا مش فاهم ازاي قدر يخرج قوة بالشكل ده، انا اللي اعرفه ان اي انسان قوة زي دي ممكن تقتله فورا. فليلي خافت على يوجي وطلعت بسرعة تطمن عليه. وقتها كان السلايم بيحدد هل نجحوا ولا لا، لكن قالوا له ان لسه في وحوش بتقرب منهم حتى وهم مصابين. فيوجي اتضايق لان خلاص بدأت قوته تروح وحس انه هيقع على الارض. ففتح الحالة بتاعته بسرعة وعرف ان قوته السحرية قلت جدا، ولو حب يهاجم تاني هيضطر ياخد من نقاط الحياة بتاعته. لكن بالرغم من انها مخاطرة قال لهم اجهزوا احنا هنهاجم تاني. فليلي حاولت تمنعه لان كده بيموت نفسه، لكن قال لها ما تخافيش. وقتها السلايم بدأ يجهز لهجوم تاني، وفعلا يوجي فعل الحاجز وضرب الوحوش الباقية بقوة كبيرة، لكن فجأة اغمى عليه ووقع على الارض. ولما صحي اطمن ان الموضوع خلص بخير والسلايم صحابه حواليه. وجات ليلي اللي كانت فرحانة جدا انه بقى كويس. في نفس الوقت كان المدير ومعاه مجموعة بيدوروا في الغابة. وقتها شاف المصباح
المصباح الغريب اللي كان فيه الجوهرة السحرية، واتفاجئ لما شاف علامة غريبة عليه. ولما رجعوا للمدينة شاف جيل والباقيين عاملين احتفال، ووقف يوجي يتفرج عليهم. وقالت له ليلي انهم مبسوطين جدا علشان اللي انت عملته للمدينة. فيوجي قال لها كويس ان الموضوع عدى على خير. فليلي قالت له انا كمان عايز اشكرك جدا، بالرغم انك مش من اهل المدينة دي لكن صممت تنقذها، وبصراحة كده كنت عايز اسألك في الموضوع ده، انت ليه خاطرت بحياتك علشان تنقذنا؟ فيوجي سكت شوية ومردش عليها، لكن بالرغم من كده ليلي ضحكت وطلبت منه يرتاح وهي هتيجي تطمن عليه كمان شوية. في نفس الوقت بدأت ذكرى تيجي ليوجي وهو في مكان اشبه بشركة كان شغال فيها، من غير ما نعرف حاجة عنها او عن شكل حياته في الفترة دي، لكن كان واضح عليه انه مبسوط في المكان اللي هو فيه دلوقتي. وبالليل جت ليلي تطمن عليه، لكن اتفاجئت انه مش موجود في الأوضة، لأنه وقتها كان هو واصحابه مشوا من المدينة علشان يكملوا في رحلتهم. فواحد من السلايم سأله انت ليه مشيت من غير ما تقول لهم؟ فقال له كفاية عليهم كده، مش عايزين نعمل لهم فوضى اكتر من كده. فقالوا له بس احنا عملنا شغل جامد النهارده وعرفنا نستخدم قوتنا السحرية بأحسن شكل. فسلايم تاني قال لهم سيبوكوا بقى من القوة الشعرية دي، انا جعان وعايز اكل. فقال له شعرية، وفضلوا يضحكوا عليه طول الطريق. وتاني يوم راحت ليلي للمدير وعرفته باللي حصل، فقال لها يعني بطلنا مشي بكل هدوء، واضح كده ان هدفه مش الشهرة. فليلي شافت المصباح الغريب وسألته انتوا لقيتوه فين ده؟ فقال لها كان مع الشخص الغريب في الغابة، لكن الحجر اللي كان فيه لقيناه متكسر تماما. فقالت له انت شفت العلامة اللي عليه دي؟ فقال لها ايوه، اكيد الشخص ده كان من المنظمة اياها، علشان كده انا بلغت مركز القيادة امبارح. وشفنا ان يوجي كان سايب سلايم هناك علشان يقدر يسمع هم بيقولوا ايه، ووقتها كان هو وصل لمدينة جديدة وهتكون وجهته الجاية على هناك. لكن في نفس الوقت شفنا شخص بيتكلم مع ناس معاه وبيقول لهم عملتوا ايه، واكد عليهم ان هدفهم يلاقوا مغامرين جداد يكونوا غير معروفين، وادالهم مهلة لحد ما قبل لون القمر ده يتغير، ومن غير ما نعرف هم مين الناس دي ولا عايزين ايه. ومع طلوع النهار وصل يوجي المدينة اسمها كيليا، وكانوا متفاجئين انها كبيرة جدا. فالسلام قال له ايه بقى، احنا من امبارح ما اكلناش حاجة، عايزين شوية لحمة. فقال لهم لحمة ايه بس، هجيبها لكم منين دلوقتي؟ وبعدين الناس كلها عمالة تتفرج علينا علشان منظرنا ده. فواحد منهم قال له الحق في جزار اهو. فراح يوجي اشترى لهم كل اللحمة اللي عنده، لدرجة ان الراجل ما كانش فاهم هم مين دول، وفضل يتفرج عليهم وهم نازلين اكل في اللحمة. وقتها سمعوا صوت جرس غريب، فيوجي سأل هو ايه الصوت ده؟ فالجزار قال له ده صوت كنيسة المدينة، ودايما بيضربوا الاجراس كده لما تكون في اخبار مهمة، شكلهم كده في كاهن هيزورهم من المركز. فيوجي قال المركز، انا سمعت الاسم ده لما كنت بتصنت على المدير، ولما راح لنقابة المغامرين دي كانت الموظفة مستغربة انه مروض وحوش. فيوجي اتفاجئ وقال لها هو في مشكلة في الموضوع ده؟ فقالت له على الاغلب ايوه، لان مهنة مروض حاجة نادرة هنا في المدينة، وكمان كانت مستغربة من السلايم اللي على كتفه. بس في الاخر قالت له مفيش مشكلة مادام هتكون قادر تكشف الاعداء وتحاربهم، فاكيد النقابة هتكون مرحبة بيك، وخصوصا لما شافت مقدار قوته العالي اللي موجود على بطاقته الشخصية. فيوجي شكرها واتأكد انها سجلته فعلا. فقالت له لو انت فاضي النهارده ممكن تقبل مهمة من النقابة. فراح يوجي يبص على لوحة المهام علشان يشوف له مهمة يعملها. وقتها جه واحد وقال له انت الشاب الجديد اللي بيدور على فريق، وعرفه انه اسمه رودس وهو رئيس مجموعة هنا في النقابة، ومحترف في استخدام الخناجر بانواعها. ودي تينا وهي مسؤولة عن الصيد بالقوس في المجموعة، بجانب ليسا المحترفة في استخدام الرمح بطريقة أساسية، واللي فضلت تبص ليوجي بطريقة غريبة كده علشان كانت أول مرة تشوفه في المدينة. فيوجي عرفهم على نفسه وقال لهم أنا مروض وحوش بدور على فريق انضم له. فرودس قال له مروض؟ لا ده الحكاية مش ناقصة، أنا عايز حد قوي وشاطر في القتال. فيوجي قال أنا كنت متوقع كده برضه. فقالوا له بس ثواني، هو أكيد شاطر في كشف أماكن الوحوش، وبما إن مهمتنا النهاردة صيد فأكيد هنستفيد منه إنه يبعدنا عن أماكنهم. وقالوا لرودس إيه رأيك خليه يشارك معانا المرة دي، ولا علشان محدش بيفضل معاك في الفريق يعني بسبب طريقتك دي مش عايز تضمه لينا؟ فقال لهم بقول لكم إيه، سيبوكم من الشائعات دي، أنا الناس كلها بتحبني، شكلكم كده مش هتسكتوا إلا ما انطرد من النقابة. فقالوا له ما أنت لو موافقتش ده اللي هيحصل. فلما لقاهم مصممين كده قال خلاص هقول إيه بقى. وبالفعل بدأوا يعرفوا يوجي المهمة اللي هم رايحين لها، واللي هتكون إنهم هيحددوا مكان تنين اسمه تنين الأرض، لكن عرفوه إنه مخلوق قوي جدا، وأصلا إحنا مش عايزين نحاربه، إحنا عايزين نعرف مكانه من بعيد. علشان كده رودس هيكون في المقدمة وأنا في النص، وليسا هتراقب الطريق الخلفي. فيوجي قال لهم طب وأنا دوري إيه؟ قالوا له أنت مهمتك هتكون استكشاف الأماكن بس. فقال يعني مش مطلوب مني حارب، وبدأ يوزع السلايم بتوعه في كل حتة علشان يبقى كاشف المكان كله، ومعاه الذئب
الذئب اللي كان متقدم بعيد عنهم وبيعرفوا الطريق اول باول. فالسلايم قالوا له بص لو احنا قابلنا الوحوش هنخلص عليهم تماما. فقال لهم لا ما تتصرفوش من دماغكم، انتوا مهمتكم المراقبه بس. فقالوا يو بقى احنا عايزين شويه اكشن يا عم. فالذئب قال له خلاص مفهوم. لكن فجاه شاف مجموعه وحوش واقفين قدامهم، فعرف يوجي بسرعه على عددهم ومكانهم. فيوجي قال لهم في 5 وحوش على بعد 2 كيلو من هنا، جهزوا نفسكم. فالفريق اتفاجئ وسالوه انت عرفت ازاي؟ احنا مش شايفين حاجه، انت متاكد ان في وحوش فعلا ولا اكتشافك كان غلط؟ فقال لهم لا انا متاكد الوحوش قدامنا. فرودس قال له خلاص انا هروح بنفسي اتاكد منهم، وانطلق بسرعه. وانصدم فعلا لما شاف ان في عدد كبير منهم. فقال له عاش انت فعلا كلامك صح. فقال له طب خلي بالك بقى علشان في وحش فوق دماغك. وقبل ما الوحش يهاجمهم كان رودس خلص عليه بضربه واحده، وكان متحمس على الاخر وقال لهم سيبوهم لي كلهم. وفعلا نزل فيهم تقتيل واحد ورا التاني وما قابلش اي صعوبه. فيوجي قال له بصراحه انت اللي عاش. وكلهم كانوا معجبين بقوته في القتال. ومع الوقت هو بدا يعجب بيوجي وفكر انه يضمه رسميا للفريق. فالسلايم قالوا له احنا بقى ان شاء الله نفرق ايه عن فريقك الجديد ده؟ فقال لهم انا عايز اعرف كل حاجه عن قوتهم علشان احدد انا هخرج قد ايه من قوتي. وبعد شويه بحث قرروا يخيموا في مكان قريب، كانوا متوقعين انهم مش هيلاقوا التنين من اول يوم كده. فيوجي قال لهم احنا ليه بعدنا عن الطريق الرئيسي كده؟ فقالوا له علشان في قطاع طرق كتير في المنطقه دي، علشان كده مش لازم نكون تحت عينيهم. فقال لهم كويس انكم عرفتوني بالموضوع ده. وبدا ياكل في السلايم اللي على كتفه. فسالوه هو انت عرفت تروضوا ازاي؟ واضح كده انكم اصحاب جامد. فقال لهم ايوه انا والسلايم مقربين جدا من بعض. لكن يوجي استغرب انهم عايزين يعرفوا هو ازاي اكتسب قوه الاستكشاف دي. فتردد شويه لكن قال لهم في الواقع اتعلمتها مع نفسي بطريقه مختلفه عن العادي. ومرضيش يقول لهم انه بيقدر يتحكم في السلايم وبيشغله لحسابه، بالاضافه كمان لقوته السحريه الكبيره جدا. فاتفاجئوا لانهم فاكرين انه اتعلمها من مغامر تاني او حاجه، وبرضه كانوا مصممين يعرفوا بالتفصيل. فقالوا بعدين بقى في الورطه دي اقول لهم ايه. لكن وقتها رودس قال لهم يلا بقى علشان ننام، وهنقسم الحراسه علينا احنا الاربعه. انا ويوجي هنحرس بعد نص الليل علشان ده بيكون اصعب وقت، والبنات واحده هتحرس في الاول والتانيه مع طلوع النهار. فيوجي اعجب بكلامه وعرف انه شخص شهم عكس اللي بيتقال عليه. في الوقت ده بدأنا نعرف اكتر عن ماضي يوجي وازاي هو جه هنا. وقتها كان هو مجرد موظف عادي في شركه، وفجأة صحي بعد يوم شغل طويل لقى نفسه في المكان ده. لكن الغريب ان يوجي ما كانش متفاجئ اطلاقا، بل بالعكس قال المكان ده احسن من الذل اللي كان بيشوفه. في نفس الوقت شاف لوحة الحالة بتاعته واللي كان مش فاهم ايه اللي مكتوب فيها ده، لكن كان فاكرها زي الكمبيوتر اللي كان شغال عليه. لكن الحاجة اللي لفتت انتباهه ان مكتوب المهنة مروض وحوش. وفجأة حس انه لمس حاجة بايده، ووقتها ظهر له حالة بتقول له انه قدر يروض سلايم. فبص جنبه لقى سلايم صغير، ودي كانت اول مقابلة بينهم. لكن حس يوجي انهم هيبقوا اصحاب. وقتها شافه بيتحرك لمكان فقام وراح وراه بسرعة، واتفاجئ انه ياخدوا البيت صغير تحت شجرة كبيرة. ولما دخل لقى مليان كتب غريبة، فقال شكل اللي كان عايش هنا مهتم بالعلم. بعدها مسك كتاب منهم وبدأ يقرأ فيه، وكان بعنوان سحر التدمير. فقال لا ده شكله كمان مهتم بالسحر والشعوذة ولا ايه. وفجأة لقى الحالة بتاعته بتقول له انه اكتسب قوة العناصر الاربعة. فشاف نقاط قوته لقاها زادت برضه، ففهم انه اكتسبها بمجرد النظر. وفجأة بيبص حواليه لقى كمية سلايم على الارض اكتر مما يتخيل. في البداية كان خايف لا يكونوا عايزين يقتلوه، لكن شاف انهم جايين وعايزينه يروضهم. وبالفعل بمجرد ما عمل كده لقاهم رايحين بسرعة جايبين له كل الكتب السحرية. واستغرب انه قادر يشوف اللي فيها كلها، ففهم انه قدر يتحكم في السلايم ده ويكونوا هم عينه اللي يشوف بيها من بعيد. كمان لقاهم بيتكلموا وعارفين اسمه، وبقى هو قادر يتواصل معاهم ويفهمهم. وعرفنا ان الكلام ده كله حصل من حوالي اسبوع. لكن في الوقت الحالي شفنا يوجي صحي فجأة على السلايم اللي بيكلموه، وقالوا له ان رودس ساب حراسته وجري بسرعة في الغابة. وقتها كان الذئب بيجري جنبه علشان يفضل عارف مكانه. فيوجي قال لهم تقصدوا انه هرب يعني وسابنا ولا ايه؟ فقالوا له لا على الاغلب في حاجة غريبة بتحصل. كمان لقى 2 جايين بيعرفوه ان تينا وليسا كمان مش موجودين. وقتها كان رودس بيجري في الغابة وفجأة وقف علشان حس بحاجة غريبة. فالذئب استخبى بسرعة وخاف لا يكون شافه. وقتها شفنا تينا وليسا هما كمان ماشيين وراه علشان يعرفوا هو رايح فين في وقت زي ده، لانهم كانوا مستغربين هو ازاي فجأة كده بقى جدع وخايف على الناس اللي معاه. وكانوا بيفكروا يرجعوا ليوجي، لكن قالوا هو مش ماهر في القتال علشان كده مش هينفعنا. وقتها كان يوجي سامع كل كلامهم ومتابع هما بيعملوا ايه. ومرة واحدة لقوا رودس راجع وجاي عندهم وبيخرج خنجره، فخافوا واستخبوا بسرعة. وفجأة راح رامي الخنجر بسرعة تجاه واحد من السلايم. لكن من حسن الحظ يوجي كان واخد باله وعمل تعويذة بسرعة خلى السلايم يتحول لشفاف
شفاف، فالخنجر ما اثرش فيه. بعدها دور على تعويذه بسرعه يفعلها يقدر بيها يقبض على رودس، اللي وقتها كان اطمن ان مفيش حد بيراقبه، وجري بسرعه للمكان اللي هو رايح له. وشفنا انه عامل مصيده علشان لو حد جه وراه يقع فيها ويقدر يسمعه. بعدها وصل عند مكان غريب في الغابه، ولما دخل شفنا الشخص الغريب اللي كان بيتكلم مع رجالته امبارح، واللي اول ما شاف رودس ساله انت عملت ايه؟ فقال له جبت لك بنتين وشاب في مخيم قريب من هنا، سيبك من الواد ده وخد البنتين، اظن انهم هيكونوا مفيدين ليك، وانا هقول انهم هربوا من المهمه بتاعتهم في النقابه، وكده كده الواد هيموت من الوحوش اللي هناك قريبه من المخيم. فيوجي قال علشان كده الناس بتقول ان محدش بيكمل معاه في الفريق، ده طلع بيبيعهم للناس الغريبه دي. وقتها قال له ان البنتين اكيد كانوا جايين ورايا دلوقتي وشويه وهيقعوا في الفخ اللي انا عامله. فقال له ماشي، وامرهم يجهزوا بسرعه علشان يقبضوا عليهم، وعرفهم ان القمر خلاص بدأ يضلم، والكارثه بتحصل في الليله اللي بيكون القمر فيها لونه ازرق زي كده. فواحد من اللي موجودين ضحك وقال له انت برضه بتصدق في الخرافات دي؟ فخنقه من رقبته وقال له اللي انا بقوله ده مش خرافات، في الوقت اللي لون القمر هيتحول للازرق هيحصل حاجه انتوا عمركم ما شفتوها في حياتكم. فرودس ما كانش فاهم هو يقصد ايه، لكن كان واضح انه قلقان. وعلى الجانب الاخر تينا وليسا ما كانوش عارفين يعملوا ايه في الورطه دي، لكن قالوا لازم نرجع للمخيم بهدوء. ومن غير ما ياخدوا بالهم وقعوا في مصيده رودس، واللي بمجرد ما سمع صوتها خرج بسرعه مع اللي هناك وقال لهم الفريسه وقعت في الفخ. فاصحابنا جهزوا اسلحتهم بسرعه وهم مرعوبين من اللي هيحصل، لكن فجاه سمعوا صوت مصيده تانية جنبهم. فرودس خاف لان المفروض ان مفيش حد تاني قريب منهم، وفجاه شافوا وحش غريب الشكل بيقرب منهم، فخافوا ودخلوا بسرعه استخبوا في الكوخ. وقتها كان الذئب والسلايم هم اللي عاملين شكل الوحش ده باوامر من يوجي، اللي فضل يدور على تعويذه مش قويه قوي علشان ما تلفتش الانتباه ليهم، وقرر يستخدم تعويذه قوه التلج. وبالفعل السلايم حاوط المكان كله بسرعه، وبمجرد ما قالوا له تمام فعل يوجي التعويذه بكل قوته وجمد الكوخ اللي فيه كلهم. لكن شكل التعويذه طلعت قويه شويه لان السلايم فاجئهم انه بلع الشباب وحولهم لحته تلج. وفي نفس الوقت كان وصل يوجي عندهم علشان يعرف مين الناس دي. فتينا قالت له انا عارفه الشخص ده اسمه جيليوس. فقال لهم هو كان في فريقكم ولا ايه؟ قالوا له لا طبعا، ده مجرم مشهور في قطع الطرق، واكيد انت شفت صورته من المطلوبين في النقابه، ده راجل خطير جدا وجرايمه مشهوره في المدينه كلها. فيوجي قال لهم ايوه افتكرته، لكن كان واضح انه مش فارق معاه اصلا، كل اللي بيفكر فيه موضوع القمر والكارثه اللي هتحصل دي. فتينا شكرته علشان انقذهم وقالوا المره الجايه هنعتمد عليك قبل ما نعمل اي حاجه. فيوجي قال يا دي النيله، وافتكر لما كان مديره في الشغل بيرمي عليه الشغل كله وهو ما بيقدرش يقول لا. فقال لهم بصوا انا ما بحبش حد يعتمد عليا، بس مش مشكله. فقالوا له اظن اننا هنرجع للمدينه بقى بما ان المهمه فشلت، لكن هو قال لهم لا انا هلاقي لكم مكان ننام فيه النهارده وبكره نقرر. بعدها مسك السلايم اللي معاه ورماه بقوه كبيره لفوق علشان يشوف لهم مكان مناسب، وفعلا قال له في مكان جامد قريب من هنا هينفع للي احنا عايزينه. ولما وصلوا هناك تينا وليسا كانوا واقفين وفاتحين بقهم من اللي بيحصل. السلايم حرفيا عمل لهم كل حاجه من الاكل للخيام اللي هيناموا فيها، وظبطوا لهم الوضع على الاخر. بالليل شفنا الشباب كلهم نايمين، لكن وقتها يوجي كان بيفكر في الكلام اللي سمعه من شويه، وكان عايز يعرف هل موضوع القمر ده ليه علاقه بهجوم الوحوش على مدينه فاستان ولا لا. وفي نفس الوقت شفنا واحد واقف يتفرج على اللي بيحصل للقمر، وباين كده ان في حاجه خطيره هتحصل. تاني يوم قرروا يكملوا بحث عن تنين الارض، لكن برضه كان من غير فايده. فسمعوا صوت قوي جدا جاي من منطقه اسمها وادي الرياح. فبسرعه يوجي خلى سلايم يشوف ايه اللي بيحصل هناك، وعرفوا ان المكان ده اغلب الناس مقتنعين ان التنين هناك، اولا بسبب الرياح الشديده، وثانيا الاصوات المرعبه اللي بتخرج من هناك. فيوجي قال لهم خلاص احنا هنروح للمكان ده دلوقتي. وفي طريقهم كان وزع السلايم في كل حته علشان يدوروا على اي اثر للتنين. فقالوا له بصراحه بعد اللي شفناهم بيعملوا في قطاع الطرق بقينا واثقين في السلايم اكتر من اي حاجه. فقال لهم انتم مكبرين الموضوع قوي يا شباب. وافتكر اول يوم كان منضم فيه للاكاديميه السحريه، وقتها كان في اختبار معمول ليهم علشان يعرفوا مقدار قوتهم السحريه، واللي صدمهم يوجي فيه لما لمس البلوره اللي بتقيس القوه دي وكسرها، لدرجه ان مسؤول الاختبار فضل ساكت ومش مصدق اللي هو شايفه. فاخدهم بسرعه للغابه وقال لهم المره دي الاختبار اصعب، هتضرب اقوى تعويذه عندك على الصخره دي وتحاول تكسرها. فيوجي قال انا هستخدم قوه كره النار هي اللي هتنفع في الموضوع ده، لكن اتفاجئ لما لقاهم مصدومين وكان فاكر انه عمل حاجه غلط. فمسؤول الاختبار قال له ثواني بس، بصرف النظر ان معكش اي حاجه تخرج بيها قوه زي دي زي العصا السحريه مثلا، لكن انت ازاي فعلت التعويذه من غير ما تتكلم؟ فيوجي قال صح، انا كان لازم اقول اسم التعويذه قبل ما اضربها علشان ما يتفاجئوش. فقال له الموضوع مش مجرد كلمه بتقولها، ده حرفيا بتقوي قوتك اضعاف قبل كده. فيوجي طلب منه انه يجرب تاني
تاني وقرر يقول اسم التعويذة قبل ما يضرب، وفجأة خرج قوة أكبر من اللي فاتت كسرت الحجر في ثانية. فحرفيا من صدمتهم قالوا له روح انت خلاص نجحت في الاختبار ده، كفاية عليك كده. في الوقت الحالي كان يوجي بيفتكر الموضوع ده لأنه عايز تعويذة تحدد قوته السحرية شوية، لأنه مش عايز يلفت الأنظار ليه لحد ما يعرف ايه اللي بيحصل هنا. وفي نفس الوقت السلايم قالوا له ان في وحوش شافوهم في المكان اللي هم فيه، فبدأ يوجي يستخدم التعويذة الأقل قوة علشان يختبر قوتها، وعرف امتى هيستخدمها وامتى هيستخدم التعويذ الأقوى. فاتينا استغربت وقالت لهم انتوا مش ملاحظين حاجة؟ مفيش ولا وحش قابلنا من امبارح. فقال لهم ايوه، ما علشان السلايم اتعاملوا معاهم كلهم. فقالوا له لا بقى، احنا لازم نعرف مقدار قوة السلايم دول، ده بيعملوا حاجات غريبة. لكن فجأة وقبل ما يرد عليهم لون السما اتغير كله للون الأزرق. فيوجي واصحابه وقفوا مصدومين من المنظر اللي هم شايفينه. في نفس الوقت في المدينة شفنا واحد واقف بيتفرج على اللي بيحصل ده، ولما دخل سأل كاهن اسمه ستايل ايه اللي بيحصل ده. فقال له انت تعرف يعني ايه ان لون القمر يتحول للون الازرق؟ معنى كده ان الاسطورة القديمة هتتحقق وهتحصل كارثة على العالم. فالشخص التاني واللي عرفنا ان اسمه يارد قال له اشرح لي بالتفصيل ايه اللي هيحصل. فستايل اداله كتاب بيتكلم عن الاسطورة دي، لكن وقتها كانت حاجة غريبة نازلة من السماء، وفجأة من غير سابق انذار انفجار ضخم حصل في الارض، وبدأ المكان كله يتدمر في ثواني. ومرة واحدة ظهر تنين مرعب خرج من الانفجار ده. وقتها كان السلايم منتشرين في المكان اللي هو فيه، فيوجي قال لهم يهربوا بسرعة من هناك، وعرفهم ان في تنين ضخم ظهر على بعد كيلو من هنا، وعلى الاغلب هو مش تنين الارض لانه اضخم بكتير. فتينا قالت لهم انا عارفة المنطقة دي كويس، لازم نهرب بسرعة من المكان ده لاننا مش عارفين ايه اللي هيحصل. وبالفعل انطلقوا بسرعة لمنطقة الرياح لان ده اكتر مكان ممكن يكون امن بعيد عن التنين. وفي طريقهم يوجي امر السلايم ينظفوا المكان كله من اي وحوش ضعيفة هناك، لكن حذروه ان الرياح هناك قوية جدا وممكن تخلص عليهم. فيوجي واللي معاه كانوا قريبين منهم وبيحاولوا يبعدوا عن اي مصدر للرياح دي. وقالت لهم تينا احنا خلاص قربنا ونقدر نوصل للمدينة من هنا بسهولة. وقتها كان السلايم بيخلصوا على اخر وحش في المكان وعرفوا ان المكان بقى امن، لكن قبل ما يكملوا لقوا الارض بتتشق وبيخرج منها وحش ضخم، وانصدموا ان هو تنين الارض اللي بيدوروا عليه من امبارح. فبسرعة راحوا يستخبوا بعيد عنه، لكن يوجي فضل واقف وقال لهم انا هحاول اخلص عليه. فقالوا له انت مجنون يا ابني، انت ما تعرفش قوة الوحش ده قد ايه، اهرب بسرعة. فيوجي قال انا هجرب معاه التعويذ الضعيفة، ومرة واحدة راح رامي السلام بتاعه وبدأ يهاجمه بتعويذة العناصر الاربعة، لكن كان واضح انها ما اثرتش فيه. فبسرعة فتح قائمة التعويذ، لكن ما كانش عايز يستخدم الاقوى منهم خصوصا قدام تينا وليسا. لكن فجأة الوحش بدأ يتعصب وحاول يقتلهم. فيوجي قال لا كده مش هينفع، وامر السلام كلهم يهاجموه مع بعض كلهم. لكن الوحش فاجئه بحركة غريبة وكان خلاص هيقدر يوصل له، لكن الغريب ان يوجي فضل واقف مكانه زي ما يكون مستني حاجة هتحصل دلوقتي. وفعلا مرة واحدة رياح شديدة ملت المكان وشتتت التنين. فيوجي استغل الفرصة وفعل تعويذة قوية جدا اسمها نار الهلاك، وفي ثانية كان مفجر المكان كله لدرجة ان الكل سمع بقوة الانفجار اللي حصل. والصدمة لما شافوا تنين الارض عبارة عن هيكل عظمي مرمي قدام بطلنا، لكن ما كانش عارف يقول لهم ايه عن اللي حصل ده. فتينا قالت له الانفجار ده حصل بسبب المعادن الكتيرة اللي موجودة في الجبل ده. فيوجي قال لهم هو ده بالظبط. كويس انهم ما خدوش بالهم من اللي حصل فعلا. ولما رجعوا للنقابة البنت قالت لهم انتوا اللي كنتوا في مهمة بحث عن تنين الارض؟ فتينا قالت لها ايوه وقتلناه كمان. فالبنت ما استوعبتش في البداية، لكن لما ركزت شوية اتصدمت من اللي هي قالته وسألتهم انتوا قتلتوه فعلا؟ فيوجي خلى السلايم يخرج لها الجمجمة بتاعته علشان تتأكد. فقالت لهم لا ده كده تمام قوي انا اتأكدت، لكن هو فين رودس؟ فالسلايم خرجوا لها هو كمان، لكن كان متجمد شوية. فالبنت ادت لهم مكافأة مالية كبيرة جدا، اولا على قتل التنين وثانيا علشان قبضوا على عصابة رودس واللي معاه. في الوقت ده يارد عرف بوصولهم واللي عملوه، فراح ليوجي اللي كان واقف سرحان وقال له عايز اتكلم معاك. بعدها راحوا لأوضة الاجتماعات وقال لهم يارد انا جمعتكم النهارده علشان نلاقي حل نتعامل معاه مع تنين دلايت الازرق. فيوجي فهم ان ده اسم التنين الضخم اللي هو شافه من شوية، لكن قال القعدة دي بتفكرني لما كان بيبقى في اجتماع في الشركة اللي كنت شغال فيها، لكن لازم استنى واشوفهم هيقولوا ايه. فيارد قال لهم في البداية كده لازم تعرفوا شوية معلومات عن التنين ده، وهيقول لنا عليها الشخص اللي شاف التنين النهارده بعينه. وطلب من يوجي يوصف لهم كل اللي هو شافه بالتحديد. فيوجي قال هم عايزين صورة بالتفصيل عن اللي حصل ده، لكن ممكن اقدر اعملها. واستخدم قوة عنده اسمها التصوير الذهني ورسم لهم صورة التنين بالظبط على ورقة. فكل الموجودين اتصدموا هو ازاي السلايم بتاع يوجي عرف يعمل حاجة زي كده. فيارد طلب من ستايل يبدأ يقول لهم المعلومات اللي هيحتاجوها. فستايل قال لهم بصوا يا جماعة، الكتاب ده اسمه كتاب الاساطير، هو صحيح مش كامل
100%، لكن في معلومات كفاية جدا عن التنين ده. الأسطورة بتقول إن التنين ده ظهر لأول مرة تحت سما لونها غريب بالظبط زي اللي حصل النهاردة، لكن المصيبة إنه خلص على قارة بحالها في 3 أيام، فانصدموا وقالوا بالشكل ده فرصة إننا نهزمه شبه مستحيلة. فستايل قال لهم على الأغلب كلامكم صح، لكن لسه في فرصة. فيارد سأله يعني هنعمل إيه دلوقتي؟ ما دام إن الكتاب ده موجود يبقى في ناس عرفوا ينجوا من التنين ده وقالوا لنا عليه. فقال له المكتوب هنا إن التنين ده اتهزم على إيد فارس أسطوري نزل من السماء. فيارد قال له طبعا مش هنعرف نلاقي الفارس ده في العصر اللي احنا فيه، لكن لما فكر شوية قال لهم انا عرفت ايه اللي جاب التنين ده للعالم بتاعنا. فكلهم استغربوا لكن سألوه ازاي. فقال لهم قبل 30 سنة حصلت حادثة غريبة في السماء، الشمس والقمر دخلوا في بعض عملوا كسوف ضخم وقتها، وده اللي خلى كنيسة العاصمة تعمل تعويذة غريبة بسرعة علشان يلحقوا الوضع. وقتها ما كنتش فاهم ايه السبب، لكن كانوا بيقولوا ان التعويذة دي منعت مصيبة كانت هتحصل، ولازم كل 30 سنة التعويذة دي تتعمل بنفس الشكل وفي نفس اليوم، واليوم ده المفروض انه كان قبل اسبوع من النهارده. فستايل قال له دي مصيبة، معنى كده اننا كان لازم نعمل التعويذة دي قبل اسبوع علشان نمنع الكارثة دي، واكيد ده سبب ظهور التنين النهارده. فيارد قال له يعني تقصد ان التعويذة دي هي اللي كانت منع التنين يظهر؟ فقال له مش عارف لكن على الاغلب ايوه. فجأة السما بدأ لونها يتغير مرة تانية والناس خلاص كانت هتموت من الرعب. وقتها سلايم كلم يوجي وقال له الحق التنين بدأ حجمه يزيد تاني اكبر من الاول. وفجأة تاني السما رجعت لونها للطبيعي. فيوجي فهم اللي حصل وقال لهم السلايم بتوعي كانوا مراقبين التنين وقالوا ان حجمه زاد لما السما اتغيرت لونها، يعني ممكن بنسبة كبيرة ان لون السما مرتبط بزيادة حجمه. فستايل قال لهم كده بدأ الموضوع يتضح اكتر، التنين ظهر تحت السما الزرقاء وهيكبر كل ما لونها يظهر تاني. فالباقيين قالوا لهم والحل يعني احنا كده هنموت بعد 3 ايام ولا ايه؟ فيارد خبط بايده على الترابيزة وكان متعصب جدا وقال لهم ايه احنا مش اول مرة نقابل مشكلة زي دي، هو وحش اسطوري لكن مش معنى كده اننا هنستسلم ونقعد كده مستنيين الموت. اعملوا حسابكم مع طلوع الشمس بكرة هنروح كلنا بكل قوتنا ونخلص على التنين ده، ويا نرجع من هناك بالفوز يا نموت واحنا بندافع عن مدينتنا. وشوفنا يوجي بيسمع له لكن مش عارف ايه التصرف اللي المفروض يعمله في موقف زي ده. ولما الاجتماع خلص نزل يقعد في مطعم النقابة هو والسلايم، وجت تينا وليسا وقالوا له انت فين يا ابني بندور عليك، انت هتروح مع الفرسان لمحاربة التنين ولا لا؟ فقال لهم مش عارف انتوا رايحين معاهم؟ فقالوا له اكيد ومفيش حاجة اسمها مش عارف، انت هتيجي معانا يعني هتيجي معانا، احنا معتمدين عليك وعلى السلايم، غير كده دول عاملين مكافأة مالية كبيرة جدا للي هيشارك. ومشي وسابوا يوجي قاعد بيفكر واستغرب ان ستايل واقف وشكله كده عايز يقول له حاجة. فراح يوجي يتكلم معاه وقال له ستايل اعذرني لو ما لحقتش اقدم نفسي قبل كده، انا ستايل كاهن الكنيسة المركزية. فيوجي عرفه على نفسه وقال له اقدر اساعدك ازاي؟ فستايل قال له انا عايز اديك حاجة مهمة، الخنجر ده انا جبته معايا من العاصمة، ده خنجر اسطوري لكن لحد دلوقتي مفيش مغامر ولا فارس قدر يستخدمه، لكن انا حاسس انك تقدر تفهم هو بيشتغل ازاي. فيوجي مسكه واستخدم قوة كشف الحالة وعرف ان ده خنجر سحري قوي جدا وبيعتمد على ترابط القوة بين صاحبه وبين الخنجر. فقال له انا اقدر استخدمه وخرج قوته. فستايل قال له خلاص هو بتاعك. فيوجي قال له ليه اشمعنى انا؟ فقال له الاسطورة هي اللي بتقول كده مش انا. وكان بيفتكر ذكرى قديمة لنفس اللي بيحصل ده لكن زمان. وفضل يوجي يفكر طول اليوم في اللي المفروض يعمله، لكن قال مفيش حل غير ان اروح معاهم علشان انقذ المدينة دي من اللي هيحصل. وقتها السلايم كلمه تاني وقال له الحق يا يوجي صاحبنا بقى اضخم من الاول بمراحل. فقال له الله ينور عليك انت واخبارك. فقال له اعمل ايه يعني؟ لازم تتصرف علشان شكله متوجه للمدينة. فيوجي سكت وخلاص ما بقاش عارف يتصرف ازاي، لكن افتكر اول مرة اكتشف فيها قوته لما صدمهم في الاختبار وقال انا لازم احاول مفيش قدامي غير الحل ده. وبالفعل لما دخل الليل انطلق بسرعة هو واصحابه على الغابة، وبمجرد ما وصلوا شافوا التنين واقف قدامهم لكن خلاص بقى ضخم جدا. فيوجي قال لهم كله يرجع، عايز واحد بس يكون في المقدمة. وبالفعل كله رجع بسرعة وقال له يوجي اجهز علشان انت اللي هتهاجم. وبمجرد ما بقت كل حاجة جاهزة فعل يوجي تعويذة نار الفناء بأقوى شكل عنده، لكن السلايم قال له يوجي ولا كأنك لمست والنار ما عملتش حاجة. فيوجي استغرب ازاي ده؟ كشف الحالة قال له انه بيتأثر بقوة النار. فجأة التنين اتعصب وبدأ يجهز للهجوم، ومرة واحدة يوجي شاف نور غريب بيخرج من قرونه، وفجأة بدأ يضرب أشعة قوية جدا في كل مكان لدرجة انه قسم الجبل اللي كان يوجي عليه. لكن في اللحظة الأخيرة كان يوجي فعل درع سحري عرف يصد هجومه،
لكن المشكله انه شاف التنين لسه بيكبر اكتر واكتر. فالسلايم قال له لا ومش بس كده، انا شايف حاجه غريبه طايره في السماء ورايحه له. فيوجي فهم هو ليه عمال يكبر كده. التنين عمال يمتص كل القوه السحريه اللي موجوده في الغابه، وقال لهم مفيش قدامنا غير حل القتال مع الوحش ده. فقالوا له بتهزر، هتحاربوا بالسكينه دي؟ ده هياكلنا كلنا دلوقتي. فقال لهم ما تخافوش، دي مش سكينه، لو عرفت اركز قوه تعويذه النار مع قوه الخنجر ده هقدر اخرج قوه كبيره جدا، لكن الاول لازم نوصل لاقرب نقطه منه. وبالفعل انطلقوا بسرعه، لكن التنين كان شايفهم وفجاه ضرب عليهم باقوى طاقه عنده. فيوجي دور بسرعه على تعويذه دفاعيه قويه علشان يقدر يصد الهجوم ده، وفعلا في اللحظه الاخيره عرف يوقف الهجوم بصعوبه قبل ما الدرع يتكسر. بعدها انطلق باقصى سرعه عنده للتنين، وكان واثق انه هيقدر يهزمه. فالسلايم قال له خلي بالك هو هيضربنا تاني. فيوجي قال له ده هو وقتك، ومره واحده راح ماسكه ورميه باقوى حاجه عنده على التنين. وفي اللحظه المناسبه فعل تعويذه هجوميه علشان يشتت التنين. بعدها جري بسرعه علشان يبقى تحته بالظبط من غير ما يشوفه، ومن غير تفكير استخدم قوته وطار بسرعه وبقى وجه لوجه مع التنين. بعدها بدا يهاجمه بقوه النار بسرعه قبل ما يفاجئه بهجوم سريع جدا، وعرف يغرز الخنجر في عينه. وفي ثانيه راح مفعل تعويذه نار الفناء ودمر عين التنين بشكل كامل، ومن قوه الضربه التنين طار وقع على الارض. فيجي قال له مع السلامه بقى، اظن دي كفايه عليه قوي. لكن التنين فاجئه بضربه قويه خلى يوجي يطير ويخبط في اكتر من تله ويرشق في الجبل، وكان واضح ان التنين اتجنن على الاخر. فيوجي بسرعه فتح كشف الحاله وشاف ان الضربه دي اثرت فيه جدا. كمان شاف التنين بيسترجع قوته وبقى قادر يطير تاني. وفجاه لقاه بيجهز له هجوم تاني، والمره دي هيكون اخطر من اللي قبله. فيوجي استخدم كل قوته علشان يعمل درع سحر بسرعه، وفعلا التنين ضربه تاني بكل قوته. لكن يوجي قال انا لازم اهاجم تاني برضه، لان كده مش هينفع. لكن المشكله ازاي التنين بيهاجم باقوى قوه عنده، والتعويذه العاديه في حالتي دي مش هتكون مؤثره. ففعل تعويذه دفاعيه اضافيه علشان تساعد الدرع السحري. وفجاه شاف قوه جديده اتضافت ليه اول مره يشوفها، اسمها الهجمه الاسطوريه، لكن قدامه اقل من 10 ثواني ولازم ينفذها. فيوجي استغل ان التنين وقف الهجوم، ابطل الدرع السحري ورفع ايده لفوق واستجمع كل قوته، لانه عارف ان الموضوع كله معتمد على الضربه دي. ومره واحده راح ضارب على التنين بقوه ضخمه جدا. من قوتها التنين فضل يتصعق مكانه، وبمجرد ما وقع على الارض يوجي قال دي فرصتنا. ركب على الذئب بسرعه لحد ما قرب منه جدا، وفي ثواني راح طاير عليه ومفعل نار الفناء وقطع رقبه التنين بكل فخامه. ونجح بطلنا انه يخلص المدينه من الكارثه اللي كانت هتحصل دي، وحس لاول مره ان ده كان اخطر حاجه واجهها في حياته، علشان كده كان مبسوط انه يقدر يهزمها. وقبل ما يرجعوا للمدينه شفنا حاجه غريبه انتشرت في المكان بعد موت التنين. وتاني يوم يارد راح صحى من النوم وقال له السما رجعت تاني طبيعيه، انت تعرف حاجه حصلت عن الموضوع ده؟ فقال له طب دي حاجه كويسه. فيارد قال له ان ستايل عرفه ان بطل اسطوري هو اللي قتل التنين زي الاسطوره ما قالت. فيوجي ساله هو فين ستايل دلوقتي؟ فقال له خرج من المدينه النهارده، لكن ما قالش هو رايح فين. وقبل ما يارد يمشي قال له انت ممكن تعتمد على النقابه يا يوجي، يعني لو احتجت مساعده في هزيمه التنين مثلا ممكن تطلب مننا. فيوجي قال له اشمعنى يعني بتقول لي الكلام ده دلوقتي؟ فقال له انا حبيت اقول لك اننا مع بعض يعني، وسابه ومشي. فيوجي فهم ان يارد عارف ان هو اللي هزم التنين امبارح. ولما نزل قابل تينا وليسا اللي قالوا له معلش بقى علشان الحمله اللي قلنا لك عليها اتلغت. فقال لهم تقصدوا حمله هزيمه التنين؟ لا عادي، اهم حاجه انه خطره راح. ففرحوا لان كده كده هياخدوا مكافاه برضه، وسالوه هتعمل ايه دلوقتي؟ فقال لهم بفكر اروح مدينه جديده، ما تعرفوش مكان كويس يكون قريب من هنا؟ فليسا فكرت شويه وقالت له ايه رايك في مدينه ريكاردو؟ بيقولوا ان فيها احسن اكل في المملكه كلها. فتينا قالت له ايوه، وكمان جوها احسن جو. فقال لهم اهم حاجه ما يكونش فيها تنانين ولا وحوش جديده علشان الموضوع مش ناقص بصراحه. فضحكوا قالوا له ما تقلقش. وبعدين اللي حصل امبارح ده امر نادر جدا، احنا اساسا اول مره نشوف حاجه زي كده بتحصل في المدينه. فقال يبقى شكلي كده هروح لمدينه ريكاردو. وبالفعل راحت تينا وليسا ودعوه وانطلق بطلنا في رحلته الجديده. وبعد شويه مشي السلايم قالوا له ايه يا اسطى فين الاكل، احنا عايزين ناكل. فقال ما بتبطلوش اكل انتوا بالرغم ان حجمكم صغير، لكن قال لنفسه لازم اخد بالي وما اخليش حد يشوفهم وهم بيحاربوا. وقتها السلايم المخبر بتاعه قال له الحق يا يوجي. فقال له ايه تاني يا قص المصايب كلها؟ فقال له في رساله مهمه من داريارد. فيوجي شاف في ايه، لقاها بتقول له يروح لها بسرعه علشان في مشكله. ولما راح لقاها بتقول له المنطقه اللي انت قتلت فيها التنين خرج فيها فطر نادر جدا. فقال لها فطر؟ هي دي الحاجه الخطيره اللي انت بتقولي لي تعالى بسرعه علشانها؟ فقالت له ايوه، انا كنت عايزه حد يساعدني في جمعها. فقال لها ايوه، هتعملي ايه بيها يعني؟ قالت له هعمل بيها جرعات سحريه، يعني مثلا عندك الفطر الاحمر ده بتعمل منه جرعه سحريه تعالج اي اصابه عضويه. اما الجامد بقى هو الفطر الازرق، بيقدر يرجع نقاط المانا
اللي بتنقص في المعركة. فيوجي انبهر لان دي كانت مشكلة كبيرة قابلته وهو بيواجه التنين، فقال لها انا هساعدك في الموضوع ده بس تعملي لي شوية جرعات سحرية. فقالت له خلاص اتفقنا، ايه رأيك نبدأ دلوقتي؟ فقال لها لا زي ما انتي، وخلى السلايم يجمعهم كلهم في ثواني. فقالت له هو ده الكلام بقى، وبدأت تجهز في الجرعات بسرعة. لكن قابلتها مشكلة وهي انها محتاجة المية نظيفة جدا علشان تحطها على الفطر الازرق. فيوجي قال لها عندي حل برضه للموضوع ده لكن هياخد شوية وقت. بعدها استخدم تعويذة من بتوعه بيقدر بيها ينقي المية العادية باستخدام السلايم برضه، لكن استغرب ان لون الجرعة دي شبه لون الاحجار السحرية بالظبط. فقالت له ايوه فعلا، وفكرته باول مرة يتقابلوا فيها. وقتها كانت ديريارد واقعة على الارض في مكان غريب وبتتألم جدا. فيوجي ساعدها باستخدام نقاط المانا بتاعته واللي بتكون مسؤولة عن الطاقة الحيوية في الجسم. وقتها ديريارد فائد وبقت كويسة وشكرته علشان ساعدها، وعرف ان اللي عمل فيها كده كان الحجر السحري الاحمر اللي يوجي شافه من فترة. وقتها كان يوجي لسه ما يعرفش حاجة عنه، فقال لها ما تقلقيش انا اقدر اخرج القوة اللي فيه. لكن بمجرد ما اخدها حس بحاجة غريبة، وفجأة خرج من الحجر وحوش كتير. فيوجي اتفاجئ لكن عرف يخلص عليهم بسهولة، وفهم ان الوحوش دي كانت محبوسة في الحجر السحري. فديريارد شكرته، قالت له ان قوتها هي التحكم في الطبيعة، وادت له كمية كبيرة من الورد اللي كان بيجمعها في البداية. علشان كده لما شاف لون الجرعة دي دلوقتي افتكر الحجر السحري. فقالت له انت تعرف ان الاحجار السحرية دي مصنوعة في مكان اسمه بركة التنين؟ فقال لها لا، هو ايه المكان ده؟ فقالت له ان ده مكان بيكون فيه تنانين كتير جدا، واما واحد منهم بيموت بقايا جسمه بيخرج مكانها الفطر ده. فقال لها فهمت، يعني الاحجار السحرية بتتصنع من الفطر الاحمر. فقالت له ايوه بالظبط كده. عموما المشكلة مش الفطر في حد ذاته، لكن المشكلة بتكون في الشخص اللي بيمتلكه، ممكن يستخدمه في الخير وممكن يستخدمه في الشر. وبعد ما المية بقت جاهزة خلاص عرفوا يعملوا كل الجرعات اللي هم محتاجينها، وفرحت ديريارد وشكرته علشان ساعدها. فقال لها خلاص انا همشي انا بقى، ولو احتجت حاجة قوليلي. وفي الطريق بدأ الضباب يزيد فجأة وما بقوش شايفين هم رايحين فين، لكن يوجي كان عارف يحدد مكانهم باستخدام قوته. وفجأة الذئب قال لهم انا شامم ريحة بشر قريبين من هنا. فالسلايم قالوا له في مكان زي ده تعال نروح نشوف. وبعد شوية وصلوا لمكان غريب اول مرة يشوفوه، وفجأة ظهر لهم ناس كتير كلهم بيضحكوا بطريقة غريبة. فيوجي كان مستغرب هم مين دول وايه المكان ده. وقتها جه واحد منهم وقال له خطر انك تسافر لوحدك في وقت زي ده، ايه رايك تفضل هنا النهارده؟ فقال له لا انا مضطر امشي علشان الحق اوصل لوجهتي. فالراجل قال له خلاص مش مشكله، لكن حتى خليك لوقت العشاء وتعشى معانا. فيوجي فكر شويه وقال ماشي، لانه كان عايز يعرف هي مين الناس دي. وبالفعل بعد شويه الراجل قدم له اكل، لكن يوجي كان لسه مش مطمن. فقال له انا تمام مش عايز اكل حاجه. فالراجل ملامحه كانت غريبه وساله هو انت ايه اللي جابك لقريتنا؟ فقال انا تهت في الطريق وانا ماشي بسبب الضباب وبالغلط جيت هنا. واستغرب ان الباقيين كلهم بيراقبوه من شبابيك البيت. فقال له معلش الناس هنا مستغربه لان مفيش ناس بيزورونا هنا كتير. فيوجي سكت شويه وقال له انا همشي بقى علشان الحق اوصل. وهم في الطريق السلايم قالوا له ليه يا اسطى ما خلتناش ناكل هناك، شكلهم ناس طيبين قوي. فقال لهم لا القريه دي فيها حاجه غريبه مش عارف ايه هي. وقتها شفنا الواد اللي كان بيتكلم مع يوجي من شويه واقف قدام بلوره غريبه وبيقول لشخص مجهول اطمن هو مجرد مروض وحوش عادي كان غلطان في الطريق، وما تقلقش بكره هنقدر نجمع كل بركه التنين ونستولي على قوتها. في نفس الوقت كان اصحابنا عرفوا يوصلوا لطريق مدينه ريكاردو، لكن الغريب لما شافوا ان المنطقه كلها تلج وما بقوش فاهمين ايه اللي بيحصل ده، هل دي مدينه طبيعيه؟ لكن قرروا يكملوا لحد ما يوصلوا ويشوفوا ايه اللي بيحصل. يوجي فعل تعويذه عباره عن عزل سحري علشان يحميه من البرد الشديد ده. ولما وصل للمدينه سأل الحراس اللي هناك ايه اللي بيحصل، فقالوا له ان التلج بدأ ينزل هنا بشكل غريب قبل 10 ايام مع اننا مش في الشتاء، وده اللي تسبب في موت ناس كتير من البرد. لكن ايه سبب زيارتك لمدينتنا؟ فيوجي فكر في اي سبب يقوله وخلاص، وقال لهم انا سمعت ان المدينه دي فيها احسن اكل. فقالوا له حصل، روح انت بس المطعم اسمه النمر وادعي لي. فيوجي دخل لقى المكان كله فاضي وما كانش شايف اي بني ادمين، فركز في حاله البيوت وقال المدينه دي شكلها دايما التلج مش بينزل فيها علشان البيوت مبنيه بطريقه عاديه مش مقاومه للتلج. لكن فضل ماشي لحد ما وصل لمطعم النمر، ولما دخل قابل بنت هناك هي صاحبه المكان، لكن قالت له للاسف احنا مش شغالين بسبب ان الخشب كله خلص، وعرفته انهم استخدموه كله في التدفئه من البرد ومفيش غيره يستخدموه في الطبخ. فيوجي بص على المكان وقال شكل الاكل هنا جامد فعلا زي ما بيقولوا، انا لازم اتصرف. فشكرها وخرج على الغابه، وهناك قال لهم حد يعرف ايه من الشجر ده ينفع حطب؟ فقالوا له وحياتك ولا نعرف حاجه. فقال انا قلت
قلت كده برضه. عموما انا هقطع شويه وخلاص. وفعلا استخدم تعويذه الفاس وقطع شويه اشجار منهم وظبطهم باحسن شكل علشان يكونوا جاهزين للاستعمال. بعدها استخدم مهاره امتصاص الرطوبه وخلى السلايم يجهزوها زي ما تكون كانت في الشمس بالظبط، لدرجه ان البنت لما شافتها ما كانتش مصدقه ان الحطب ده كان موجود وسط التلج، لكن قالت له لازم الطاهي بتاعنا يشوفه الاول. وفعلا شويه وجه الطاهي المسؤول عن المطعم وقال له هو الحطب ده كويس جدا، لكن في نفس الوقت جاف جدا وهيتحرق بسرعه وبرضه مش هنعرف نستخدمه. فيوجي اخدها منه واستخدم مهاره الترطيب تاني وظبطها له زي ما هو عايز. فالراجل اتصدم وقال له بقول لك ايه، انت بتضحك عليا ولا في ايه؟ ازاي عرفت تعملها كده؟ دي بقت مظبوطه باحسن شكل. فيوجي قال له يعني هتعمل لنا اكل ولا ايه؟ فقال له طبعا، وطلب منها تولع النار بسرعه. وقال له انا بقى هعمل لك احسن طبق عندنا. وساله انت معاك خشب من ده قد ايه؟ فقال له ما تقلقش معايا كتير، ولو عايز كمان هروح اجيب لك. فالراجل فضل فاتح بقه من الصدمه وقال لا ده كده كفايه قوي، وعمل احسن شريحه لحمه عندهم واللي عجبت يوجي جدا. وقال لهم كل يوم هتلاقوني هنا علشان اجرب الاكل كله. فالبنت قالت له موافقين طبعا، لكن انت مش حاسس ان الناس هنا محتاجين الحطب ده لحمايتهم من البرد احسن من الاكل بتاعنا؟ ففكر شويه وقال لها خلاص ما تقلقيش، سيب الموضوع ده عليا. وخرج يحسب هو الناس هنا هيحتاجوا حطب قد ايه. حتى لما راح لنقابه المغامرين اتفاجئ ان كل المهمات هناك عباره عن تجميع حطب، فاخد اكبر واحده فيهم وقرر ينفذها. فالبنت قالت له اننا بنحتاج الحطب يكون بشكل ومقاس معين، فممكن تروح عند البوابه الشرقيه وهتقابل هناك واحد اسمه وودكا وهو هيقول لك على كل التفاصيل. فيجي قال لها تمام وراح فعلا وقابل وودكا وعرفه على نفسه، وشاف شارة على دراعه مكتوب عليها مدرب متخصص. بعدها وودكا شكره علشان قرر يساعد، وقال له ان المدينه بتحتاج كل يوم حوالي 5 طن خشب، وبسبب قله الايدي العامله بيبقى صعب علينا جدا اننا نقدر نوفر الكميه دي يوميا. فيوجي قال له انا مقدر الموقف وعارف ان في مشكله، لكن هي القرى اللي جنبكم ما ساعدتكمش ليه؟ فقال له في كام قريه من اللي ما نزلش عندهم التلج قررت تساعد وبعتت لنا عمال، لكن برضه زي ما انت شايف مش كفايه. فقال له في قريه غريبه كنت معدي عليها امبارح، انت تعرفها؟ فقال له ايوه اعرفها، القريه دي اللي عند منعطف الغابه، لكن القريه دي مهجوره من سنين ومفيش حد عايش فيها. فيوجي اتفاجئ وقال امال مين الناس اللي انا شفتهم هناك دول؟ فودكا قال له المهم دلوقتي خلينا نركز في التقطيع وخليك جنبي علشان اعرفك تعمل ايه، لانه كان فاكر ان يوجي لسه مبتدئ وشكله كده جسمه رفيع وضعيف، لكن صاحبنا صدمهم وبضربه واحده قطع صفه اشجار ضخمه، ومن صدمتهم رموا الفؤوس اللي كانت في ايديهم وفضلوا يتفرجوا عليه وهو بيعمل كل الشغل بسرعه رهيبه. وفضل وودكا يقول له ايوه على اي حاجه بيقولها، وبعد ما خلص قال له انا عندي اسئله كتير لكن مش عارف ابدا منين. فقال له خلينا نخلص بس الاول، وامر السلايم يجففوا الحطب كله. ولما رجعوا النقابه بكميه الخشب دي كلها كانوا تقريبا هيعملوا تمثال لوودكا على كل ده، لكن هو قال لهم ما تشكرونيش، انا الشاب ده هو اللي عمل كل حاجه، هو والسلايم اللي معاه. فالبنت اتفاجئت وقالت له هو السلايم بيقدر يعمل كل ده فعلا؟ فيوجي قال لها انت شكلك كده تعرفي حاجه. فقالت له انا قرات زمان عن مروضين مشهورين بيقدروا يعملوا الحاجات دي، لكن اول مره اشوفكم على الواقع. فقال يبقى اكيد ستايل يعرف حاجات عن الموضوع ده، هبقى اساله لما اشوفه. المهم دلوقتي انا محتاج مكان احط فيه بقى الحطب. فقالوا له نعم، هو لسه في كمان؟ فقال لهم ايوه انا لسه ما عملتش حاجه. وخرج وراهم الكميه اللي هو جمعها واللي كانت تكفيهم ل3 ايام جايين، وكمان راح قطع لهم شويه اشجار كمان علشان يبقى عندهم مخزون لحد ما الازمه دي تتحل. وكشكر ليهم المطعم عمل لهم احلى شويه اكل عندهم، خلوهم ينسوا تعب الشغل والبرد واي حاجه تانية. فالطباخ قال له شكل الاكل عجبك، لكن برضه كل ده انت لسه ما دقتش احسن وصفاتي. فيجي قال له انت بتتحداني يعني؟ ايه هي الوصفه دي وايه المشكله اللي مخلياك مش عارف تعملها؟ فالبنت قالت له ان الوحوش دمرت محاصيل نبته اسمها ريشيا، والنبته دي مش بتطلع الا هنا وتعتبر اهم حاجه في الوصفه بتاعتنا. فقال له اعتبر الموضوع ده خلصان، ده انت بتتكلم عن احسن وصفه، ثواني والمشكله تكون اتحلت. وفعلا انطلق السلايم والذئب على الغابه علشان يشوفوا حوار الوحوش دي. فيجي قال لهم خلوا بالكم برضه علشان احنا ما نعرفش هم قد ايه. فقالوا له وحياتك لو مليون وحش، ده بيقول لك هم السبب في تبويظ الوصفه علينا، ده احنا هنطلع عينهم النهارده. لكن لما وصلوا هناك لقاهم فعلا وحوش اقوياء. فقالوا له يوجي انت هتسيبنا كده ولا ايه؟ ابعت لنا شويه قوه سحريه. فيوجي فعل تعويذه خلص بيها على اكبر عدد من الوحوش بسهوله، لكن وقتها قالوا له في حاجه غريبه هنا شبه الكوره، تعال بسرعه شوفها. فيوجي وديريارد راحوا هناك وما كانوش فاهمين هي ايه دي، لكن ديريارد كانت حاسه ان فيها قوه سحريه مدفونه. فيوجي لمسها واتفاجئ ان لونها بدا يتغير، فشال ايده بسرعه لان كده الكوره بتمتص طاقته. فقال لها اكيد دي حاجه شبه بركه التنانين اللي كنا بنتكلم عليها، واكيد الكوره دي هتتحول لحجر سحري. فديريارد خافت لان لو الكلام ده صح الكوره دي هتكون السبب في اللي هيحصل للمدينه دي كلها.
كلها، لانها امتصت كل القوة السحرية الموجودة في الغابة حواليها وخلتها بالشكل ده. فقال لها قصدك ان القوة السحرية مرتبطة بدرجة الحرارة؟ قالت له ايوه، هتلاقي المكان اللي ما فيهوش قوة كبيرة برد جدا زي كده، وعلى عكسه المكان اللي فيه قوة زايدة هتلاقيه حر جدا. فقال لها فهمت، لكن هل ممكن تكون الكرة دي ظهرت بشكل طبيعي؟ فقالت له لا مستحيل، اكيد البشر هم اللي عملوها لانها فيها سحر غريب خارج منها. فيوجي استخدم مهارة اسمها مهارة التبديد ودمرها. بعدها امر السلايم ينتشروا في الغابة كلها ويدوروا على اي كرة شبهها، وفعلا بعد تدوير كتير عرف يحدد مكان اكتر من 150 كرة منهم وخلص عليهم كلهم. لكن كان في حاجة بطلنا مش فاهمها، لما عمل تصوير ذهني للمكان كله شاف ان الكور دي كانت عاملة شكل دائري حوالين مكان معين، ولما وصل للمكان ده شاف برضو ان الاشجار اللي فيه مزروعة بشكل دائري وبطريقة مختلفة عن باقي الغابة كلها. فقال لهم المكان ده فيه حاجة، علشان كده لازم ادمر المنطقة دي. فديريارد وافقت لان ده الحل الوحيد علشان يواجه القوة الغريبة اللي موجودة هنا. فيوجي فعل تعويذة هجومية ودمر المكان بسهولة، ومن قوته ظهرت حفرة كبيرة جدا فيها مدخل لمكان مجهول. فيوجي عرف انه ماشي فعلا في الطريق الصح، وقال لهم الموضوع كله هيبدأ من هنا، لازم نعرف ايه اللي بيحصل ونساعد اهل المدينة دي. وفعلا يوجي كسر الباب لكن شاف ان المكان مظلم جدا، فبدأ ينشر السلايم في كل مكان علشان يستكشفه، وطلب من ديريارد تمشي بعيد عن هنا علشان هو مش عارف ايه اللي مستنيهم. وقتها السلايم ندهوا عليه علشان يجي يشوف ايه ده، ولما راح يوجي اتفاجئ من اللي هو شايفه. قال ايه المكان ده، وايه ممكن آلات زي دي تكون بتعمله هنا؟ آلات زي دي متطورة جدا عن العالم اللي هم موجودين فيه دلوقتي. فقالوا له في كمان هنا كتير منها. والمفاجأة لما شاف احجار سحرية كتير موجودة على الآلات دي وفي حاجة غريبة بتحصل لها، وكان شاكك ان ده المكان اللي بتتصنع فيه. وقتها سمع صوت حد جاي فاستخبى بسرعة، وشاف 2 داخلين بيجروا خايفين لان المضخات كلها وقفت والاحجار بدأت تتأثر وما بقوش عارفين يعملوا ايه. فواحد منهم قال احنا لازم نبلغ خفير بسرعة. وبعد ما مشيوا يوجي قال انا شفت اللبس ده فين قبل كده، ومين هو خفير ده؟ اكيد ده الشخص اللي بيصنع الجواهر دي. فقرر ينشل السلايم كلهم في المكان وهو هيخرج يشوف الوضع من بره، ولاحظ ان المكان اللي هم فيه فاضي تماما. لكن السلايم قالوا له احنا عرفنا نوصل للعيال دي وهندخل وراهم. فقال لهم ماشي، بس اهم حاجة اوعوا يشوفوكوا. وبالفعل السلايم فضلوا ماشيين وراهم لحد ما وصلوا لنهاية مسدودة ما فيهاش غير سلم واحد. فقال لهم اكيد ده السلم اللي هيوصلكم للسطح، اطلعوا من عليه. وقتها كان هو ماشي على نفس طريقهم لحد ما وصل لمكان عالي. لكن المفاجأة لما شاف القرية الغريبة قدامه بالظبط، كمان السلم اللي السلايم طلعوا عليه وصلهم لنفس المكان. فيوجي فعل تعويذة عليهم بتخلي السلايم مش ظاهر ونشرهم في القرية كلها. فسمع الاتنين اللي شافهم من شوية رايحين يتكلموا مع خفير ده، وقالوا له ان الاجهزة كلها باظت بسبب الانفجار اللي حصل في الغابة من شوية. واكتشفنا ان خفير ده هو نفسه اللي قابل يوجي امبارح وعرض عليه يفضل معاهم. في نفس الوقت يوجي عرف هو شاف اللبس بتاعهم ده فين قبل كده، ده نفس لبس المنظمة اللي اسمها القمر الازرق اللي كان منها رودس واللي معاه. وقتها كان خفير متعصب بعد ما عرف ان الاحجار الملعونة دي باظت. فقالوا له ان في انفجار غريب حصل في الغابة من شوية دمر مضخات القوة السحرية ولسه الجواهر الملعونة ما كملتش. فيوجي بدأ يفهم اللي بيحصل وعرف ان الآلات دي هي مصدر اللعنة اللي حصلت على المدينة. وسمعهم بيقولوا جمعوا اعضاء المنظمة كلهم علشان هنروح ندور على اي مصدر للقوة الملعونة، وكان قصدهم الكرات الغريبة اللي يوجي لسه مدمرها من شوية. وقتها كان واحد من السلايم بيراقبهم وبينقل الصورة ليوجي اللي كان واقف بيراقب الوضع. وقتها اعضاء المنظمة سألوا خفير لو احنا خرجنا كلنا من القرية اكيد الناس هتشك ان في حاجة بتحصل. فقال لهم اللي يقابلكم اقتلوه من غير تفكير، بعد اللي حصل لخطتنا القرية خلاص ما بقتش لها اهمية بالنسبة لنا. وامرهم ينفذوا كلامه من غير نقاش. فانطلقوا بسرعة وبدأوا يدوروا على اي مصدر للعنة. وقتها كان يوجي سامع كل ده وقال كده الموضوع بدأ يخرج عن السيطرة ومفيش قدامي غير حل واحد. فأمر السلايم كلهم ينتشروا في الغابة ويكونوا متحكمين في كل جزء منها. وفعلا السلايم انتشروا بسرعة فوق الأشجار علشان يقدروا يشوفوا أعضاء المنظمة، واللي منهم كان في القرية راحوا يدوروا على أي بشر عاديين ينقذوهم. السلايم أبو شنب قال له خفير ومعاه كام واحد متجمعين قدامهم وبيقولوا إنهم هيخرجوا من القرية بعد ما يجمعوا مصادر اللعنة. فقال له ماشي دي فرصتنا بقى. وأمر السلايم الباقيين يدوروا في القرية كلها على اي حاجة مهمة. فالسلايم انطلقوا بسرعة وقدروا يوصلوا المكان فيه كل الوثائق والملفات بتاعة المنظمة وبدأوا ياخدوها كلها. في الوقت اللي افراد المنظمة كانوا وصلوا للغابة وبدأ يوجي يمسكهم واحد ورا التاني. لكن المفاجأة لما لقاهم بيقولوا كلام غريب بعدها بلعوا مادة غريبة كانت في بقهم وماتوا بالظبط زي الواد اللي يوجي شافه في الغابة من فترة. فاتأكد انه لازم يخلص منهم لانهم بالشكل ده خطر على اهل المدينة. وقتها السلايم اللي في المكتبة كلموه علشان وصلوا عند باب مقفول وعرفوه ان
ان المكان شكله غريب ومش موجود بس غير شويه مصابيح جنب بعض. فيوجي فكر شويه وعرف ان ده مفتاح الباب لكن مختلف عن العادي، فقال للسلايم كل واحد فيكم يقف قدام مصباح منهم، وبعدها استخدم مهاره الرياح وطفى كل شعله في كل مصباح، وفجاه بدا الباب يتفتح لوحده، وانصدموا من كميه الذهب والمجوهرات اللي العصابه دي سارقينها، وكمان في هيكل عظمي لحد واضح انه اتقتل واترمى هنا لمده طويله جدا. فيوجي عرف ان اكيد المنظمه دي هي اللي قتلته، وفجاه سمعوا صوت جاي عليهم فاستخبوا بسرعه، ولما دخلوا لقى الباب مفتوح والاوضه فاضيه تماما لان السلايم وقتها كان شفط كل حاجه موجوده. فراح جري الخفير يقول له بالمصيبه دي، اللي ما كانش مصدق ازاي اهم ملفاتهم وثروتهم اتسرقت كلها بسهوله كده. كمان قالوا له ان رجالتنا اللي في الغابه كلهم مش عارفين نتواصل معاهم، فقال لهم ازاي يعني حاولوا تتواصلوا مع اي حد فيهم، لكن قالوا له للاسف شكل كلهم حصل لهم حاجه. فقال معنى كده ان الانفجار اللي حصل في الغابه بفعل فاعل واكيد برضه هو اللي سرقنا. فقالوا له طب لو هو قادر يعمل كل ده ليه لسه سايبنا عايشين لحد دلوقتي، واكيد هو عارف احنا بنشتغل ازاي. وقتها يوجي كان بيفكر يخلص عليهم لكن قال ثواني شكل المعلومات المهمه هتظهر دلوقتي، وسمعهم بيتكلموا عن حاجه خطيره اسمها لهب التطهير، ودي عباره عن تفاعل هيخرج قوه مدمره هم بقالهم فتره بيجهزوا لها، وهيتفعل لو مات كل الناس اللي في القريه دي واللي مش فاضل منهم الا هم. فيوجي قال هم شكلهم فاكرين ان كنت اعرف بالموضوع ده، لكن اتفاجئ انهم بيجهزوا نفسهم للرد عليه. بداوا يخرجوا سيوفهم وكان فاكر انهم هيخرجوا يحاربوه، لكن فجاه لقاهم بيقتلوا نفسهم من غير تفكير، وبمجرد ما دمهم لمس البلوره دي التفاعل اكتمل وبدات النار تزيد بشكل قوي جدا. فيوجي قال للسلايم يخرجوا بسرعه ويعملوا انسحاب اضطراري حالا. فالسلايم اتجمعوا بره وباستخدام قوه يوجي عرف يخرجهم بسلام. بعدها استخدم اكتر من عزل سحري علشان يمنع النار دي انها تدمر المكان كله، لكن من قوتها وشكلها الغريب بقت بتاكل اللي بيجي في وشها لدرجه ان حواجز يوجي ما بقتش عارفه تصدها باي طريقه. فدور بسرعه على اي حل تاني لحد ما لقى طريقه يعمل بيها حاجز مختلف. صحيح مش هيقدر يصد النار بشكل كامل لكن هيمنع التدمير اللي هي هتعمله، وفعلا يوجي فعل الحاجز وعرف يصد النار دي اللي انفجرت بشكل بسيط جدا وما اثرتش على المدينه ولا على الغابه المحيطه بيها. لكن شاف يوجي ان نقاط القوه عنده قلت جدا بسبب القوه الكبيره اللي خرجها، لكن كلهم كانوا فرحانين انهم نجحوا وانقذوا الموقف. ولما رجعوا للمدينه لقوا الناس كلهم مستنيينهم وكانوا خايفين لا يكونوا ماتوا من الانفجار، واللي كانوا فاكرين انها نيازك بتنزل من السماء. فيوجي اطمن ان لسه محدش يعرف حاجه عن قوته، وقال لهم كويس ان مفيش نيزك منهم نزل هنا. فعرفوه ان التلج خلاص بدا يدوب وكل حاجه هترجع زي الاول واحسن. ولما صحي تاني يوم لقاهم جايين وبيعزموه على حفله عملوها بمناسبه نهايه التلج، ولما وصلوا لقاهم عاملين الاحتفال علشانه هو لانه ساعدهم كتير في موضوع الحطب وبسببه عرفوا يحلوا الازمات اللي واجهتهم. وكمان اصحاب المطعم قدموا له اخيرا احسن وجبه عندهم واللي كان بيعمل كل ده من الاول اساسا علشانها، وبمجرد ما صاحبنا دقها اغمى عليه من طعمها الجامد، ولما صحي لقى نفسه في البيت ولسه طعمها في بقه. فقال اما اقرا في الملفات اللي لقيتها مع المنظمه، لكن استغرب ان كل ما يفتح واحد منهم الكلام اللي فيه بيختفي على طول. فقال دي اكيد تعويذه حد عملها عليهم علشان محدش يشوف ايه اللي مكتوب، لكن لقى ملف منهم الكلام اللي فيه ما اختفاش، واتفاجئ ان دي قائمه اغتيالات المنظمه كانت بترتب لها. لكن الصدمه بقى لما شاف اسمه موجود في القائمه دي. وقتها شفنا اتنين شكلهم غريب واقفين في مكان كله جثث هم اللي لسه مخلصين عليها، وفي ايدهم نفس قائمه الاغتيالات، وبيقولوا الدور على مغامر اسمه يوجي. ومع طلوع النهار لقيناهم مستنيين بطلنا يظهر ومراقبينه من مكان عالي، لكن كانوا عايزين يعرفوا الاول ايه مقدار قوه يوجي علشان يعرفوا يتعاملوا معاها. في الوقت ده كان بطلنا راجع النقابه علشان يعرفهم انه هيمشي، وبالرغم انهم اتفاجئوا بالقرار ده وكانوا عايزينه يفضل معاهم لكن قرروا يساعدوه. وعرفته موظفه النقابه ان في مدينه اسمها بوجينيا وهي احسن مكان ممكن يروح له المغامر، وهناك ممكن يروح لحداد مشهور اسمه جايل بيعمل اقوى الدروع في المملكه كلها تقدر تتصدى بيها للوحوش الخطيره. هو صحيح طريقته وحشه مع الناس شويه لكن يوجي هيستفيد منه. ففكر شويه وقرر انه هيروح لمدينه بوجينيا في رحلته الجايه، وبالفعل ودعهم وانطلق. لكن وهو في الطريق المخبر بتاعه قال له خلي بالك في اتنين بيراقبوك. فقال له عارف وسامع هما بيقولوا ايه، وقرر انه يعمل نفسه نايم شويه علشان يشوف ايه هيكون رد فعلهم. وقتها كانوا هما مستخبيين بين الشجر وبيراقبوه، وكان الواد بيفكر انه يخلص عليه دلوقتي ويستغل الفرصه، لكن البنت هددته انها هتقتله لو عمل كده، وقالت له احنا لسه مش عارفين هو ليه اتحط على قائمه الاغتيالات بالرغم انه حته مغامر عادي،
علشان كده لازم ناخد حذرنا منه لاننا لسه ما نعرفش قوته. وقتها كان يوجي مراقبهم بالسلايم وقدر يسمع كل اللي هم بيقولوه، لكن المشكله انه مش عايز يخلص عليهم دلوقتي لان وقتها المنظمه هتتاكد انه خطر ويبعتوا وراه كل رجالتهم، فكان عايز يلاقي طريقه يحسسهم انه شخص عادي علشان يمسحوه من قائمه الاغتيالات. وفعلا لما وصل للمدينه عمل فيها مفلس وما معهوش فلوس علشان بتاع الدروع يطرده، وشافوه عمال يتطوح ويعتذر للناس كلها وكان عامل فيها اهطل على الاخر وما معهوش فلوس يشتري حتى شويه اكل. فقالوا بجد والله هو ده اللي احنا تعبين نفسنا علشانه، لكن برضه فضلوا ماشيين وراه لانه ممكن يكون بيخدعهم. فيوجي قال شكل الحوارات دي مش هتاكل معاهم، بس برضه مش هسكت وراح اخد مهمه صيد ضعيفه من النقابه، وكان عايز يبين لهم انه ضعيف ومش هيقدر حتى يصطاد شويه تيران بريه زي دي. وفعلا لما وصل الغابه قال للذئب يلا ورينا شطارتك. فالذئب قال له مين ده؟ انا؟ فيوجي قال له ايوه، علشان مش هقدر استخدم قوتي السحريه ولازم انت اللي تصطادهم. فالذئب اصلا جبان، لكن هي دايما بتيجي مع العبيط كده، ضرب واحد فيهم بالغلط خلص عليه، فتحمس وقال سيبوها عليا انا بقى هخلص عليهم كلهم. فيوجي ضحك لما شافه بالشجاعه دي وافتكر اول مره شافه فيها. وقتها كان هو ماشي في الغابه لا بيه ولا عليه، لا طالع له، وكان واضح قد ايه هو مفترس وضخم، لكن بمجرد ما يوجي ربطه على الارض وعمل عليه مهاره الترويض فضل يعيط ويقول له ارحمني يا اسطى، انا بس كنت بعمل الشويتين دول علشان بدور على حاجه كلها. ومن وقتها ويوجي عرف انه عبيط وقرر ياخده معاه في رحلته، علشان كده كان متفاجئ انه بقى شجاع دلوقتي وخلص على التيران كلها بسهوله. لكن يوجي سمعهم بيقولوا ان الذئب ده قوي جدا، واضح ان يوجي ماهر في ترويض الوحوش، فقال يا دي النيله مش ده اللي انا عايزه، وعمل تعويذه شفاء للتيران خلاهم يقوموا تاني، لكن برضه الذئب خلص عليهم. فيوجي عمل تعويذه كمان لكن المره دي مع زياده في القوه خلى التيران جامدين جدا. فالذئب قال لا ده كده كتير بقى، 3 على 1 ما ينفعش يا رجاله، وهرب بسرعه. فيوجي قال شكل كده زودت قوتهم جامد ولازم اعمل تعويذه على الذئب برضه، لكن اتفاجئ انه بيقول له لا ما تعملش اي تعويذه لان دي خناقتي انا وانا هعرف اخلص عليهم. وفعلا الذئب طار عليهم وعرف يهزمهم كلهم وبقى عامل فيها اللي مفيش منه، لكن من حظهم الوحش واحد من التيران فاق وهجم على يوجي بسرعه. فيوجي لا شعوريا فعل تعويذه وخرج سيف وقتله، وده اللي صدم الواد اللي مراقبه. سأل البنت اللي معاه هو جاب السيف ده منين، فالبنت ما بقتش عارفه ترد وكانت فاكره انها قيمت قوه يوجي غلط وانه طلع قوي جدا. فيوجي اتضايق لانه ما كانش عايز يظهر قوته قدامهم، وكده كل اللي هو عمله ده راح على الفاضي. لكن شويه ولقاهم بيقولوا احنا هنبطل نراقبه، هو شكله قوي شويه لكن مش بيشكل خطر كبير على المنظمه، وسابوه علشان يكملوا شغلهم. فيوجي كلم السلايم وقال له خلاص ارجع هم هيمشوا ويسيبونا، لكن السلايم قال له ثواني بس علشان هم لسه بيتكلموا. والمفاجاه انه سمعهم بيقولوا ان مهمتهم الجايه هتكون كاهن اسمه ستايل. وقتها كانوا وصلوا عند واحده من البلورات الغريبه اللي كانت مع افراد المنظمه من شويه، بداوا يتكلموا مع حد فيها ان يوجي ده ما طلعش خطر على المنظمه زي ما هم كانوا متوقعين، فعرفهم ان في شخص مجهول دمر القريه اللي كانت بتتعمل فيها التجارب بتاعتهم ودمر لها بالتطهير، كمان خلص على افراد المنظمه اللي هناك كلهم. فسالوها هل هو ده ستايل اللي هيكون هدفنا الجاي، فقال لهم على الاغلب هو لانه شخص خطير جدا على المنظمه. فالواد اتحمس وقال له ايوه بقى هو ده، انا عايز واحد يكون خطر على المنظمه علشان اعرف اعذبه كويس. وقتها كان يوجي سامع كل حاجه وقال بالشكل ده مش هقدر اسيبهم يمشوا. ومره واحده لغى تعويذه الاختفاء اللي عند السلايم. العيال حسوا بحاجه غريبه ولسه هيخلصوا عليه، راح يوجي مستخدم مهاره التلج وهو اللي خلص عليهم، لكن ما كانش فاهم ليه المنظمه كانت عايزه تقتل ستايل بالذات. وتاني يوم رجع لورشه جايل بتاع الدروع علشان يشتري درع للسلايم، لكن الواد اللي هناك اول ما شافه قال له انت المفلس بتاع امبارح، امشي يلا ما عندناش حاجه للسلايم بتوعك. لكن جايل سكته وقال له انا بس اللي اقول مين اللي ينفع له الدروع ومين لا. واتفاجئ لما شاف سلايم يوجي لانه عارف انهم اقوياء جدا بالرغم انه ما يبانش عليهم كده، لكن قال له في مشكله واحده، الجبل ده. فجاه شفنا خيال تنين ضخم جوه البركان وشكله كده هيخرب الدنيا. فيوجي فهم عن الموضوع اكتر وعرف ان المواد العاديه اللي هنا ما تنفعش لقوه السلايم اللي معاه ومحتاجين لمواد اقوى بكتير. فجايل وراه جوهره نادره جدا اسمها جوهره التنين الناري، وقال له دي من احسن المواد اللي ممكن تستخدمها في صناعه درع، لكن المشكله برضو انها نادره جدا ومش هتلاقيها غير لما تقتل تنين. فيوجي عرف ان اغلب التنانين موجوده على قمه البركان ده، ونصحه جايل يركز على التنين اللي لونها ازرق لان دي فيها مواد اقوى لكن بتكون نادره اكتر، وبرضه حذره ان هزيمتهم مش هتكون سهله زي ما هو فاكر، لكن لو عرف يجيب الجواهر دي منهم هيقدر يعمل له درع جامد جدا. فراح يوجي للنقابه واخد كل مهمات صيد التنانين وقال لهم انا هقوم بيها. فالبنت اتفاجئت انه عايز يصطاد العدد ده كله وان السحر بتاعه مش هينفع معاهم لان الجواهر اللي جوه التنانين دي بتخليهم قادرين يصدوا اي
تعويذه سحريه. فيوجي سالها امال في العادي بيصطادوها ازاي؟ فقالت له باستخدام الميه، اقل ميه تضربها على تنين منهم ممكن تخلص عليه بسهوله لانها بتاثر في جسمه جدا، لكن المشكله هي ازاي هتطلع كميات ميه لكل التنانين دي من النهر اللي فوق الجبل. كمان حذرته ان النهر ده فيه اسماك البيرانا المتوحشه، يعني من الاخر المهمه مستحيله. لكن بطلنا فاجئها وقال لها لا انا هاخد المهمات دي كلها ومعاهم مهمه البيرانا كمان. فالبنت كانت عايزه تقول له انت اكيد مجنون، لكن فعلا راح يوجي عند النهر وقابل هناك سلايم جديد لونه احمر، فاستخدم مهاره الترويض وعرف انه سلايم ناري، ودي كانت اول مره يشوف سلايم زي ده، وعرف منه ان البركان بقاله مده راكد يعني هيقدر يلاقي التنانين بسهوله، لكن دلوقتي لازم يتصرف في موضوع البيرانا. فيوجي فتح قائمه المهارات الخاصه وعمل شبكه قويه باستخدام السلايم علشان يصطادها، واللي وقتها كانت مستخبيه في مكان عميق وكانت سمكه ضخمه جدا. بمجرد ما حست بوجود السلايم هجمت عليهم بسرعه، لكن السلايم عرف يخرجها بره الميه. فيوجي بسرعه فعل تعويذه التلج وجمدها مكانها، لكن اتفاجئ انها قويه وما تاثرتش بالتعويذه وهجمت عليه بسرعه، وعلى اخر لحظه اتفادى الهجوم وحرقها بتعويذه نار الفناء. ولما وصل لقمه البركان شاف تنانين كتير قدامه، ولاحظ ان السلايم كلهم خايفين منهم، فقال يبقى مفيش قدامي غير حل القوه المائيه. وفعلا بمجرد ما التنين لاحظ وجود يوجي سبق وضربه بكميه ميه كتير خلصت عليه، ولاحظ ان جسمه بدا يحصل فيه حاجه غريبه وشاف الجوهره خارجه منه. وقتها السلايم خوفهم راح خلاص وقالوا له سيب الباقي لنا بقى، ونزلوا فيهم ضرب خلصوا عليهم كلهم. وكمان قابلوا التنين الازرق النادر وعرفوا يخلصوا عليه مع بعض بالرغم انه كان اقوى من اللي فاتوا بكتير. وعرف يوجي يلاقي الجوهره الزرقاء اللي الكل بيدور عليها. ولما رجع للنقابه البنت ما كانتش مستوعبه انه قدر يخلص كل المهمات فعلا وقتل اكتر من 200 تنين. فقال لها كمان والبيرانا برضه خلصت عليها وحكى لها ازاي. فالبنت شكرته علشان هو قال لها لانه المفروض هي تسجل اي حاجه عنها، وعرفته ان البيرانا منتشره في كل مكان لكن تحركاتها لسه مجهوله بالنسبه لهم، علشان كده بيسجلوا اي معلومه جديده عنها. ولما وصل يوجي للورشه صدمهم من كميه الجواهر اللي عرف يلاقيها، لدرجه انهم قالوا له هنشتغل لك على الدروع من دلوقتي. ومع طلوع النهار كانت كل حاجه جاهزه وراحوا علشان يختبروها بنفسهم. وفعلا شفنا الذئب والسلايم قوتهم وسرعتهم زادت بشكل ملحوظ جدا، حتى لما يوجي فعل تعويذه باستخدام واحد منهم التعويذه كانت اقوى بمراحل، لدرجه ان جايل فضل فاتح بقه مش مستوعب اللي حصل لانه اول مره يشوف قوه بالشكل ده. فيوجي قال يا ريت تخلي الموضوع ده سر بقى. فرجع بسرعه للورشه وقال له بقوتك دي الدروع مش هتستحمل ابدا، انت لازم توصل لاكبر تنين في البركان ده. وعرف يوجي ان كل التنانين اللي هو قتلهم دول كانوا ولا حاجه بالنسبه للتنين الاسطوري اللي عايش جوه الحمم البركانيه. وقال له جايل ان الناس هنا شافوه مرات قليله جدا، لكن من وصفهم ليه يظهر انه تنين ممكن ما نكونش قابلنا زيه قبل كده. فيوجي فضل يفكر في الموضوع ده طول اليوم، من جهه هو عايز حاجه تخليه اقوى، ومن جهه تانية كان عايز يطمن ان اهل القريه دي في امان، لان وجود تنانين زي دي حاجه خطيره. وفعلا اللي هو توقعه حصل. السلايم كلموا بسرعه وقالوا له ان كل التنانين اللي على الجبل هاجت بشكل غريب وشكلهم كده نازلين على المدينه. فقال لهم حاولوا توصلوا هناك في اسرع وقت وشوفوا هل في حد هو اللي عمل كده ولا لا، لان يوجي افتكر الكلام اللي الشخص الغريب قاله لما كان بيراقب افراد المنظمه، وشك ان المنظمه عايزه تعمل في المدينه دي زي الهجوم اللي حصل في الغابه من فتره، ودي طبعا هتكون كارثه جديده حلت عليهم، فلازم يلحق الموضوع قبل ما يتطور اكتر. وفعلا السلايم قالوا له احنا شايفين 2 موجودين على الجبل. وقبل ما يرد سمع فجاه صوت انفجار ضخم، فتح الشباك يشوف اللي بيحصل، لقى البركان هو اللي انفجر وخرج منه التنين الاسطوري واللي كان حرفيا حجمه قد الجبل نفسه. فيوجي اطمن ان اصحابه بخير وسالهم ايه الوضع عندكم، فقالوا له كل حاجه زي ما هي، لكن المختلف ان التنين ده شكله متعصب قوي. فقال لهم تابعوا تحركاته واي حاجه غريبه بلغوني على طول. بعدها امر واحد من السلايم يروح بسرعه ورا الاتنين اللي طالعين على الجبل، ولاحظ انهم شايلين ماده غريبه في براميل على ظهرهم. وسمع واحد منهم بيقول ان الناس اللي في اورديون متفائلين جدا بالخطه بتاعت النهارده. فيوجي شك وقال شكل اورديون دي مدينه فيها المنظمه برضه، فخلاهم مش واخدين بالهم وحاول يقبض عليهم بشبكه سحريه، لكن اتفاجئ انهم سريعين جدا وعرفوا يتفادوها. ففهم انهم مش مجرد ناس عاديين. وقتها كانوا هم شاكين ان في حد بيراقبهم، لكن قالوا مستحيل، اكيد دي كانت مصيده معموله للتنانين، وقرروا يكملوا في طريقهم. فيوجي جه من وراهم وحاول يمسكهم تاني، لكن اكتشف ان دي كلها كانت خدعه منهم وعارفين انه هيهاجمهم تاني. لكن الغريب لما بص وراهم ملقوش حاجه، وهنا يوجي استغل الفرصه وعرف يقبض عليهم تاني. بعدها بدا السلايم كله يتجمع حواليهم من كل مكان، فالعيال خافت، وقبل ما يوجي يعمل اي حاجه راحوا مخلصين على نفسهم زي اللي قبلهم بالظبط.
فيوجي عرف برضه انهم من المنظمة، وعلشان يعرف ايه المادة اللي كانت معاهم دي استدعى ديريارد للمكان، اللي عرفته انها مش مادة سحرية لكنها مية معمول عليها لعنة بتخلي التنانين يتعصبوا اكتر، واكيد كان الهدف منها انهم ينزلوهم من فوق الجبل علشان يهاجموا المدينة. فيوجي عمل تعويذة شفاء رجعت المية دي زي ما كانت، وامر السلايم يتابعوا التنانين كلها لحد ما يلاقي حل. فجأة جه واحد خبط عليه وقال له لازم تخرج من الأوضة دلوقتي لأن الدنيا بدأت تمطر وبكده البركان هيضرب. فيوجي خرج وشاف إن أهل القرية كلهم هربوا من بيوتهم خوفا من التنين اللي خلاص كان على آخره وناوي يقلبها دمار دلوقتي. فيوجي طلع بسرعة على تلة عالية قصاد التنين، ولأول مرة ما بقاش عارف هو هيتصرف إزاي. مدير الفندق اللي هو عايش فيه قال له إن التنين عمره ما ظهر بالحالة دي، كمان أصحابه قالوا له الحق يا اسطى التنين نازل لك. فيوجي بدأ يربط كلام مدير الفندق مع المعلومات اللي عرفها عن تنين النار، وفهم ان اللي مخليه متعصب كده هو المطر الشديد اللي نزل مع انفجار البركان، لانه عارف ان الميه بتاثر عليه جدا. كمان مدير الفندق قال له ان من مده طويله جدا اتكررت حادثه زي دي هنا، لكن المصيبه وقتها ان التنين ولع في البلد كلها بالنار. على الجانب الآخر بدأت الناس كلها تخرج من المدينة، وفضل يوجي واقف قدام التنين وبيفكر هيعمل ايه، لكن لاحظ ان في نهرين كبار فاصلين بين الجبل وممكن يستغلهم لصالحه. فقال للذئب روح بسرعة عند النهر وشوف التنين هيتصرف ازاي مع المية. ولما وصلوا هناك شافوه بيتقدم وداس فعلا على المية، وده اللي خلاه يتألم اكتر، لكن عدى النهر الاول ومكمل، وبسبب الحرارة اللي هو خرجها المية حرفيا اتبخرت، والبرانة اللي كانوا خايفين منها ما بقاش لها لازمة. وفهم يوجي ان التنين مش ناوي يرجع، فقال لهم انا عندي خطه تانية ليه، وقال لهم يروحوا بسرعه يعطلوا حركته باي طريقه. فالذئب ومعاه السلايم راحوا بسرعه ووقفوا قدامه علشان يوجي يقدر يضربه بقوته، في الوقت اللي كان واحد من السلايم عامل حاجز على النهر علشان يجمع اكبر كميه ميه ممكنه، في الوقت اللي كان يوجي والسلايم عمالين يضربوا عليه تلج باي طريقه علشان يعطلوه. ومن ناحيه تانية التنين كان ماشي يحرق في اي حاجه تقابله، وبمجرد ما وصل عند النهر التاني اتفاجئوا ان يوجي بيقول لهم وقفوا هجوم وتراجعوا بسرعه، وفي اللحظه المناسبه فتح حاجز الميه باقصى قوه عنده علشان يبقى زي الفيضان اللي رايح ناحيه التنين اللي انصدم من كميه الميه اللي داخله عليه ووقعته مكانه. بعدها اصحابنا فضلوا يتنططوا من الفرحه وفاكرين انهم خلصوا عليه، لكن وقتها كان التنين لسه فيه نفس وخلاص جاب اخره معاهم، فطلع مره واحده في وشهم وضربهم بنار قويه كانت هتحرقهم لولا ان يوجي لحقهم على اخر لحظه بدرع سحري. بعدها قال لهم اهربوا بسرعه من وشه، وشاف قوته الحاليه قد ايه علشان قرر يهاجمه بالمهاره الخاصه، ودي بتكون اقصى قوه تقدر التعويذه توصل لها، لانه عارف ان دي اخر فرصه ليه، لكن في نفس الوقت التقنيه دي هتخلص على طاقته كلها، لكن قرر ان الحل ده هو الحل الوحيد. وفعلا يوجي فعل القوه الخاصه لتعويذه التلج وضربها على التنين اللي خرج اقوى نار عنده، والمنظر بقى بالشكل ده. وخلاص لو يوجي قوته خلصت النار هتروح على المدينه كلها تحرقها، لكن بطلنا كان واثق انه هيخلص عليه، وشاف انه بدا يتاثر خلاص فزود قوته وعرف يجمد التنين وخلص الموضوع وانقذ المدينه. وكمان ظهرت الجوهره اللي كانت في جسم التنين اللي كان يوجي بيدور عليها، ورجعت تاني السما تصفى واهل المدينه اطمنوا ورجعوا لبيوتهم. لكن وقتها السلايم قالوا له ان في حاجه غريبه هنا هم مش عارفين ايه هي، فيوجي قال لهم هاتوها معاكم. ولما رجع للمدينه قابل جايل وقال له انه عرف يلاقي الجوهره النادره، اللي طبعا اتصدموا لما شافوها وقالوا له بكده هنقدر نعمل لك الدرع الخاص بيك واللي هيكون قوي جدا. فيوجي سابهم يعملوا فيه وراح النقابه وسال البنت اللي هناك عن المدينه اللي سمع افراد المنظمه بيتكلموا عنها واللي اسمها اودوريون. فالبنت قالت له ايوه انا اعرفها، لكن انت ليه بتسال عن المدينه دي مدينه غريبه وبترفض تتواصل مع اي بلد من اللي حواليها، وبيتقال ان ناسها كمان مختلفين عننا. فيوجي قال يبقى اكيد المنظمه دي فعلا مقرها هناك. وقبل ما يمشي خرج لها الجهاز الغريب اللي لقاه على الجبل بعد المعركه وسالها تعرف ايه عنه، فقالت له ان الجهاز ده هو اللي كان السبب في المطر اللي حصل، لانه بيأثر على السحاب اللي في السماء. فيوجي شاف عليه شعار غريب وما بقاش عارف يحدد هي المنظمه دي عايزه ايه بالظبط. وتاني يوم راح لجايل اللي عرفه انه خلص الدرع خلاص وقال له انه هيفيدك جدا في المعارك الجايه. فيوجي شكرهم وودعهم علشان يكمل في طريقه، لكن في نفس الوقت شفنا شخص غريب في مكان منعزل في الغابه بيعمل تعويذه غريبه وواضح ان بقاله فتره بيجهز لها. فجاه بدا شكل جسمه يتغير زي ما يكون قوته بتزيد، وفي نفس الوقت شفنا ستايل ماشي مع واحد في المدينه وفجاه شاف حاجه غريبه بتحصل في السماء.
تاني يوم وصل يوجي لمدينة اودوريون وراح يدور على نقابة المغامرين هناك، لكن استغرب ان الناس كلها بتبصله بطريقة غريبة زي ما يكونوا عارفينه، وفهم السبب لما شاف صورة شبهه جدا موجودة بين المطلوبين. وقتها كان في واحد مركز معاه وعايز يشوف هو يختار مهمة ايه، لكن يوجي قرر يمشي من غير ما يختار اي حاجة، لكن كان عارف ان الشخص ده بيراقبه فساب السلايم عنده علشان يسمع هو بيقول ايه. وقتها كان هو دخل يتكلم مع شخص تاني واللي اكد له ان ده يوجي نفس المغامر اللي كان على قائمة اغتيالات المنظمة، لكنهم قالوا ان مفيش خطر منه علشان كده سابوه. فقال له انت برضه هتثق في كلام الاتنين الفشلة اللي كانوا ماشيين وراه؟ انا حاسس ان الواد ده عنده قوة كبيرة ومن رأيي نخلص عليه دلوقتي. فقال له لا مش هينفع، لان ده ممكن يكشف مخطط المنظمة وبكده هيكون شغل السنين دي كلها ضاع على الارض، علشان كده لازم نبلغ والتر الاول قبل اي خطوة نعملها. فيوجي قال مين والتر ده كمان؟ بدأت شخصيات جديدة تظهر اكتر واكيد هقدر اوصل لقيادة المنظمة دي. في نفس الوقت اتفاجئ بستايل ومعاه شاب صغير جاي له واخدوه لكنيسة المدينة، وهناك يوجي سأله ايه اللي بيحصل هنا، فقال له احنا كنا مستنيينك، زي ما انت شفت كده النقابة والمدينة كلها تحت سيطرة المنظمة ورجالتها، لكن طمنوا انهم في امان هنا. فيوجي قال له هي المنظمة دي تعرفك منين؟ فقال له ما دي الحاجة اللي انا كنت عايزك تعرفها، في ماضي طويل بيني وبين الشخص اللي اسمه والتر اللي انت سمعت اسمه من شوية في النقابة، وعرفنا ان ستايل زمان ما كانش بالشكل اللي عليه دلوقتي، ده كان اشبه بالمرتزقة اللي بينفذوا المهمات مقابل الفلوس، لكن المختلف انه كان شغال مع منظمة اسمها القمر الازرق. في البداية كان افراد المنظمة قليلين عبارة عن الاصحاب والمقاتلين اللي نعرفهم، لكن مع الوقت بدأ ينضم لنا مقاتلين من كل الاماكن وكل واحد وتوجهاته، وكان منهم والتر اللي من اول يوم ليه وهو كان مختلف عن باقي الاعضاء، فضل يقرب منهم لحد ما بقى دراع ستايل اليمين، او هو كان فاكر كده وقتها، لكن في الواقع والتر كان بيكرهه ومش عايزه يكون موجود وبيتمنى يكون في المنصب بتاعه. ومع الوقت بدأ ستايل يحس بحاجة غريبة بيخطط لها والتر مع شوية مغامرين تبعه، علشان كده قرر انه ينهي موضوع المنظمة، لكن في البداية كان مخلي الموضوع ده سر علشان ما يخسرش اصحابه. لكن في يوم اتفاجئ بهجوم من والتر واللي معاه على الكنيسة وخلصوا على الكل اللي فيها، وبأعجوبة عرف ستايل يهرب قبل ما يشوف الكنيسة كلها بتتحرق قدام عينه. ومن اليوم ده والمنظمة اللي هم بدأوها كمجموعة أصحاب مع بعض اتحولت لأكبر منظمة إجرامية في المملكة، وكل ده بسبب والتر، وأهدافهم الحالية هي ضم أكبر عدد من الناس والتخلص من كل اللي يرفض أفكارهم أو إنه ينضم ليهم. علشان كده صممت أجي أحذرك إن والتر بيخطط لمصايب كتير. فيوجي كان متفاجئ إن المنظمة دي ستايل أصلا هو اللي عملها من الأول، لكن ستايل قال له إنه متحمل كل المسؤولية، وعلشان كده هو جاله النهارده. بعدها طلب من المساعد بتاعه واللي عرفنا ان اسمه يوهان يجيب كتاب الاساطير، وعرفه ان الاسطوره بتقول ان هيجي واحد هيكون سبب في دمار العالم ده كله، لكن في محارب اسطوري هو اللي هيقف قدامه ويخلص عليه. فيوجي قال له المفروض ان انا المحارب ده، فقال له ايوه الاسطوره بتقول ان اللي معاه الخنجر السحري ده هو البطل، علشان كده لازم تستعد لمواجهه والتر. فيوجي فضل يفكر في الموضوع ده وبعدها رجع للبيت اللي هو فيه، وبعد ما مشي جه يوهان وسأل ستايل انت ليه اخترت الشاب ده وكمان ليه ما قلتلهوش على باقي الاسطوره؟ فستايل قال له علشان لو عرف بالباقي مش هيلتزم بيها، علشان كده انا عايزه يواجه والتر بس. وكان واضح ان ستايل مخبي حاجه على يوجي ومش عايزه يعرفها. في نفس الوقت راح واحد من المنظمه لوالتر وعرفه ان ستايل كان واقف مع واحد غريب من شويه، فوالتر قال له انا عارف الواد المغامر اللي ستايل فاكر انه هيقدر يهزمني بيه. وبعدها قام للمكان الغريب اللي كان بيعمل فيه التعويذه امبارح، واللي بدات تخرج منه ماده غريبه ملعونه دخلت في جسم والتر وغيرت لون عينه، وكان هو بيردد كلمه ان خلاص النهايه قربت، لكن في البدايه لازم نخلص من مرشد البطل الحكيم، وطبعا كان قصده على ستايل اللي كان وقتها واقف في الكنيسه. وعلى الجانب الاخر شفنا يوجي بيفكر في الموضوع ولسه مش داخل دماغه حكايه انه البطل الاسطوري، وبيقول اصلا انا اخدت الخنجر ده من ستايل نفسه، فازاي انا البطل اللي الاسطوره اتكلمت عنه؟ لكن افتكر وقت ما كان في نقابه مدينه ريكاردو لما البنت قالت له انها قرأت عن بطل اسطوري بيقدر يتحكم في السلايم، فقال هل ممكن يكون ده تلميح زياده على الموضوع ده، وقرر انه يروح يسأل ستايل عن اسطوره المروض ده بكره. لكن تاني يوم لما راح قالوا له انه خرج النهارده مع يوهان من غير ما يقول هو رايح فين، فيوجي كان متفاجئ وخرج سأل السلايم لو كانوا شافوه، فواحد منهم قال له ايوه احنا شفناه النهارده الصبح ماشي ناحيه الغابه، فقال لهم كل السلايم يروحوا وراه ويحددوا مكانه بسرعه. في الوقت ده كان هو وصل عند مكان اللعنه اللي شفنا والتر بيجهزها امبارح في الغابه. يوهان حاول يحذره ان اي تصرف متهور ممكن يفضحهم،
لكن ستايل كان مصمم وفعل تعويذة هجومية علشان يدمر اللعنة دي. في نفس الوقت كان يوجي وصل للغابة وعمال يدور عليه بأي طريقة، وعرفوه السلايم انهم شافوه داخل مكان غريب، فيوجي قال لهم ودوني المكان ده بسرعة. وفعلا لما وصل اتفاجئ انه مكان غريب اشبه ببوابة ملعونة، وقتها كان ستايل جواها، وفي طريقه قابل شوية من اعضاء المنظمة وخلص عليهم واتأكد ان والتر هنا. في نفس الوقت كان يوجي بيحاول يكسر اللعنة اللي بقت اقوى من الاول علشان يقدر يدخل، وشفنا ستايل ويوهان عرفوا يوصلوا لمكان والتر بكل هدوء لانه كان مستنيهم بنفسه. واول ما شافه قال له بقالنا كتير ما تقابلناش، واضح كده انك جاي النهارده علشان هدف معين. فستايل قال له انا جاي اصلح غلطتي زمان وانهي المنظمه دي زي ما كنت عايز. فوالتر ضحك وقال له انت متفائل قوي يا صاحبي، وامر رجالته يقتلوهم هما الاثنين، لكن بكل سهوله عرف ستايل يخلص عليهم واحد ورا التاني. وحس والتر انه مش سهل زي ما هو كان فاكر، ففعل تعويذه وقبض عليه وبدا يعذبه. لكن الصدمه لما عرف ان يوهان المساعد بتاعه طلع شغال مع والتر من البدايه، وعمل كل ده علشان يعرف مين هو البطل ويخليه يجي وراهم لهنا. فوالتر قال له من يوم ما شفت يوجي ده وانا عارف ان وراه حاجه غريبه، من وقت ما دمر الجوهره الملعونه اللي شافها وهو ماشي في الغابه، ده اللي خلاني كنت عايز اخلص منه باي طريقه لانه بيبوظ كل خططنا. لكن اتفاجئت بالقوه اللي عنده واللي قدر بيها يخلص على جيش الوحوش ومن بعدهم التنين الاسطوري. فيوهان عرفه ان ستايل اداله الخنجر اللي قدر بيه يعمل كل ده. فوالتر قال له ولو خلاص الخطه وصلت لنهايتها واللي عايزينه هيحصل، فلازم ستايل يقعد كده يتفرج على نهايه العالم معانا. وقتها شفنا الآلة الغريبه اللي عند والتر خلاص قربت تتملي بالقوه الملعونه. فستايل قال له انا عارف انا ممكن اموت هنا، لكن ايا كان لازم تعرف ان الاسطوره هتتحقق، وكل اللي انت بتحلم بيه ده انسى انه يحصل، وده هيكون انتقامي من كل اللي انت عملته زمان. فوالتر اتجنن وقال له عايز تموت؟ وفجأة لون عينه اتغير، واتفاجئ ستايل ان اللعنة دخلت جوه جسمه وبقى قادر بيها يتحكم في اعضاء المنظمة كلها زي الزومبي. وعلى اخر لحظة وقبل ما يقتلوه وصل يوجي بعد ما خلص على كل الوحوش اللي كانوا مستنيينه، وقال لستايل كنت عايز اسألك على حاجة بس شكل الوقت مش مناسب. فيوهان هجم عليه بمهارة النار، لكن يوجي صدها بسهولة وكسر التعويذة اللي على ستايل. فوالتر ضحك وقال يبقى انت البطل اللي بيقولوا عليه، انا مستنيك بفارغ الصبر. فيوجي بص على المكان وشاف الآلة الملعونة اللي هو بيجهزها. وقتها والتر امر الوحوش يهاجموه ويخلصوا عليهم بسرعه. فيوجي وستايل لقوا نفسهم وسط عدد كبير من الوحوش. واحد منهم حاول يقتل ستايل، لكن يوجي لحقه وخلى السلايم يقتلوه. بعدها بدا يخلص عليهم واحد ورا التاني، لكن لاحظوا ان والتر سابهم وهرب. وقتها كان هو رايح لجهاز اللعنه. يوهان شافه وراح يقعد على الكرسي، لكن اتفاجئ ان شكله بدا يتغير بمجرد ما الجهاز اشتغل. حاول يحذره بسرعه، لكن والتر قال له ما تخافش، ده المصدر الوحيد اللي هيداني القوه اللي انا عايزها. وفي نفس الوقت وصل يوجي واللي معاه واتفاجئوا باللي بيحصل له. فحاول يوجي يضربه بتعويذة النار، لكن اتصدم انه اتحول لوحش مرعب. حاول والتر يقتل يوجي، لكن جه الذئب في اخر لحظه وبعدهم بسرعه. فيوجي فعل الحاجز السحري وقال لهم محدش يتحرك من هنا، وحاول يهاجم والتر من وراه، لكنه كان سريع جدا وعرف يتفادى الضربه. لكن الغريب انه بدات قوته تزيد اكتر وبقى بالشكل ده، وقال لهم انا هوريكم قوه التنين الحقيقيه. فيوجي قال مادام هو سريع كده انا هفاجئه بهجوم شامل مره واحده. وشاف والتر السلايم كلهم في وشه وعمالين يضربوا عليه كلهم مع بعض. في البدايه واجه صعوبه انه يهرب بعيد عنهم، لكن كان عارف ان التعويذه دي ضعيفه. لكن اللي هو ما يعرفوش ان يوجي كان بيجهز له التقيل بقى، ورمى السلايم للذئب وهو معاه الدروع اللي هم عاملينها جديد. فوالتر اتصدم من سرعتهم وما بقاش عارف يلاحق مين اللي بيهجم عليه. ومره واحده لقى يوجي بيجهز له كره نار ضخمه ما قدرش يتعامل معاها، واخدته ونزلت على الارض، وده اللي سبب ان دراعه جزء من جسمه اتدمر نهائيا. يوجي استغل الفرصه وكان هيخلص عليه، لكن اتفاجئ انه بيقدر يعالج نفسه باستخدام جثث الوحوش اللي حواليه. فضربه تاني بالنار، لكن برضه كل مره كان بيجدد نفسه بسهوله، بل بالعكس كان بيزود قوته كمان، وبدا يستولي على كل الجثث اللي موجوده في المكان. واتفاجئ يوجي ان كل ما يضربه اكتر قوته بتزيد وبيبقى اسرع، لكن جات له فكره جامده هيقدر يعجزه بيها. يوجي خلاه بياخد قوه من جثه وحش وفعل تعويذه تبديد اللعنه، فتحول الجزء اللي هو بيعالجه لحجر ملهوش اي لازمه. فوالتر اتجنن ونزل ضرب فيه باقصى قوه عنده، لكن خلاص كان واضح ان يوجي مخطط لكل حاجه وعارف انه هيقدر يخلص عليه. بمجرد ما كسر الحاجز السحري بدا السلايم يربطوه
طوب الشباك من كل حته. وقبل ما يستوعب لقى يوجي بيفعل تعويذه نار الهلاك اللي خلته شبه حته الفحم وولعت فيه، ووقف بطلنا يتفرج عليه وهو بيتشوي زي الفرخه. لكن وقتها ستايل قال له ان في حاجه غريبه بتحصل في الاله الملعونه. وقتها والتر قبل ما يموت قال كلام غريب خلى كل القوى السحريه تتجمع في مكان واحد، وبدا الكهف كله ينور بشكل غريب، واي فرد من المنظمه بقى بيختفي في ثواني. فجاه حصل انفجار ظهر منه شخص غريب تاني بيقول على نفسه الحكيم. فيوجي ساله هو ده والتر؟ فستايل قال له لا، والتر هو السبب في ظهور الكائن ده، وعرفه انه كان بيكذب عليه لما ما قالهوش الاسطوره كلها. لكن في الواقع الاسطوره بتقول ان بموت والتر هيظهر اول مقاتل اسطوري يواجه التنانين. فيوجي قال له يعني والتر كان بيعمل كل التعويذ دي علشان يستدعي المقاتل الاسطوري الحقيقي؟ لكن الواضح ان الشخص ده ملعون زيهم بالظبط. يوجي فضل واقف قدامه ومش عارف هو ناوي يعمل ايه، لكن فجأة لقاه بيفعل نار الهلاك وبيضربه بيها. فيوجي خاف لأول مرة وحاول يفعل حاجز سحري لكن ما قدرش والمكان كله اتدمر، وبيبصوا لقوا قوة ضربته ولعت تقريبا في الغابة كلها. فيوجي عرف ان قوته اخطر من والتر بكتير. لكن احنا برضه مش هنقف مكاننا، وفعل مهارة تعزيز الطاقة على كل اصحابه. بدأ يضربه بكل المهارات السحرية اللي عنده وحوله لخانة الدفاع من كتر ما كان يوجي عمال يهاجمه من كل حتة. السلايم استغلوا عددهم وبدأوا يشغلوه لحد ما يوجي جهز الهجوم الجديد اللي كان عبارة عن مدفع ضخم باستخدام السلايم. وقبل ما الوحش يستوعب لقى كرة نار ضخمة جاية عليه وبتلزقه في الأرض بكل قوة. ولما شاف السلايم عمالين يلعبوا ويضحكوا ولا في دماغهم اتعصب جدا وفعل تعويذة نار الهلاك 10 مرات وضرب يوجي بيها. فيوجي قال له انت يعني كده بتخترع، وفعل هو كمان التعويذة 10 مرات، والمنظر بقى زي ما انتوا شايفين كده. ستايل كان واقف من بعيد عمال يتفرج ومش مصدق اللي بيحصل قدام عينه، وبالرغم ان بطلنا عرف يتغلب عليه وضربه بنار الهلاك في وشه، لكن برضه واقف ابن اللذينه وما حصلوش حاجه. الواد عنده قوه ملعونه تكفي العالم كله. وفجاه لقوا بيقول كلام غريب، وبعدها خرج ماده غريبه نشرها في اكتر من مكان حوالين العالم. وشفنا ان المنظمه كانت نشره الالات الملعونه اللي بتاثر على الجو في كل حته، وبمجرد ما قوه الوحش وصلت لها الدنيا بدات تمطر وكل المخلوقات بقت بتتحول لوحوش ملعونه. ودي كانت اول مره نشوف يوجي قلقان فيها لانه عارف ان دي ممكن تكون نهايه العالم. وقتها شفنا جيل وباقي فرسان مدينه فستان بيحاولوا يصدوا هجوم الوحوش قبل ما يوصل للناس، ونفس الوضع ده كانت عليه اغلب المدن المجاوره اللي كان يوجي بيحاول يساعدهم بنشر السلايم اللي معاه في اكتر من منطقه علشان يوقفوا تقدم الوحوش. وفهم ليه الوحش ده نشر اللعنه في العالم كله. وهنا نعرف ان زمان لما كان الوحش ده البطل الاسطوري ظهر له تنين خلص عليه وقتها، على عكس الاسطوره اللي بتقول ان البطل هو اللي هزمه. علشان كده هو كان عايز ينتقم ويدمر العالم كله علشان ما يظهرش اي تنين زي اللي هو قبله تاني. وده اللي عرف يوجي ان زيه زي مجرمين المنظمه، لكن لسه برضه مش عارف يتصرف معاه ازاي، خصوصا ان كمان جاله خبر ان الوحوش كلها بدات تتقدم للمدينه. فيوجي بدا يهاجمه تاني بكل قوته، وفي نفس الوقت بيحاول يصد تقدم الوحوش. كمان شاف ان قوته بدات تقل بسرعه رهيبه. وقتها داريارد كلمته وقالت له ان سكان المدن كلها متجمعين مع بعض علشان يواجهوا الوحوش بنفسهم. فيوجي فرح وقال للسلايم خليكم قريبين منهم علشان تساعدوهم بالقوه السحريه. وبالفعل شفنا كل مدينه من جهه بتجهز فرسانها وبيخرجوا علشان يخلصوا على الوحوش. والاول مره يحس يوجي ان العمل الجماعي مش وحش زي ما هو كان فاكر في حياته الاولى، فتحمس وفعل بسرعه مهاره التعزيز على كل الفرسان اللي نزلوا ضرب في الوحوش وخلصوا على اكبر عدد منهم. ودلوقتي هو لازم يتصرف مع الوحش ده ويخلص العالم منه. اول حاجه عملها طلب من الذئب يحمي ستايل، وجت داريارد وادت له جرعه سحريه رجع بيها نقاط قوته زي الاول وبقى جاهز. فالوحش كان مستغرب هو ليه تعب نفسه كده، وخصوصا في حمايه الناس دي بدل ما يسيبهم يموتوا وخلاص وينقذ نفسه هو. فيوجي بدا يفتكر كل المواقف اللي حصلت بينه وبين الناس دي، بالرغم انه مش من العالم ده لكن قابل فيه ناس كانوا فعلا اقرب ليه من اي ناس تانية. وهنا استخدم نفس المهاره اللي خلص بيها على التنين الاسطوري، بالرغم انه كان عارف انها بتستنفذ قوته كلها، لكن في اللحظه المناسبه فعل التعويذه وضرب الوحش بصعقه كهربائيه من السماء دمرت قوته كلها. بعدها خرج الخنجر الاسطوري وكسر بيه الماده الملعونه اللي عملها على العالم كله. الوحش خلاص حس ان نهايته بتقرب، فخرج اقصى قوه عنده وبدا يدمر في الارض باي طريقه علشان يوقف يوجي. لكن يوجي كان شايل له التقيل لسه، ومره واحده عمل عليه عزل سحري خلى الوحش مش قادر يعمل اي تعويذه او يخرج اي قوه. ولسه بيرفع عينه لقى يوجي بيطير في السماء وفي ايده الخنجر، وقبل ما يستوعب اللي بيحصل يوجي كان طعنه بيه في قلبه وخلص عليه. ومن قوته حصل انفجار ضخم في المكان كله دمر اللعنه اللي الوحش عملها.
كلها، ورجعت كل حاجه زي الاول وسط صدمه ستايل وباقي الموجودين اللي ما كانوش مصدقين هو ايه اللي بيحصل ده. وقتها شفنا يوجي واقع على الارض مغمى عليه، لكن جه سلايم وفضلوا يفوقوا فيه لحد ما صحي. واخيرا انتهى اكبر تهديد واجهه عالمنا وواجهه بطلنا اللي قرر تاني يوم انه يكمل في رحلته بعد ما سابهم عاملين احتفالات في كل حته بمناسبه وقوفهم مع بعض في مواجهه خطر الوحوش. لكن هل كان يوجي مطمن ان خطر المنظمه انتهى للابد؟ الواضح كده انه لا لسه، لان وقتها كانوا بيتكلموا في نقابه المغامرين ومنهم الواد اللي كان بيراقب يوجي اول يوم جه فيه للمدينه. لكن اللي فاجئ بطلنا انهم بيقولوا ان لسه في اجهزه ملعونه زي اللي هو لسه مدمرها موجوده في اكتر من مكان حوالين العالم ده، لكن المره دي مش هيخلصوا على الكام مدينه اللي حواليهم دول بس، دول ناويين يولعوا في العالم كله. فبطلنا كان سامع كل حاجه وقال بدينا بقى، احنا ملحقناش نرتاح من اللي حصل طلعوا لنا دول كمان. وعلشان هو مش مكتوب له يرتاح باين، لقى نمر ضخم طالع له من الغابه وعايز يتعشى بيه النهارده. فيوجي قال واضح كده انك مش لوحدك وعازم باقي اصحابك على العشاء. ولكن طبعا خلص عليهم وراح تاني يوم وداهم للنقابه، واللي طبعا فضلوا بصله شويه كده ومش مستوعبين. فيوجي قال لهم ايوه ده نمر الكنابيل المتوحش، لقيته امبارح وانا قاعد في الغابه. فالبنت ومسؤوله النقابه وكل الموجودين فضلوا يتفرجوا عليه وقالوا له هو انت البطل اللي خلص على التنين وعلى الوحش الاسطوري وبقالك شهر رايح جاي تنقذ في العالم كله؟ فيوجي بص حواليه لقى الناس كلها مركزين معاه وعارفينه، فقال يا دي النيله. فضل طول الوقت يحاول يخفي قوته على الناس، دلوقتي بقى اشهر واحد بينهم. وبيخلص الانمي. ما تنساش تقولوا لي رايكم في الكومنتات عن الانمي ده، وقولوا لي لو عايزين انميات كمان من النوع ده علشان نلخصها. في النهايه لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه علشان توصلك كل الفيديوهات الجديده. ويلا سلام.